اول حاجه لو حد عنده 4 كريدت كاردز في حاجه غلط. المرتب راح فين؟ بصرف الفلوس دي في حاجات صغيره ورخيصه وكتيره، هتيجي اخر الشهر تجمع الفلوس دي كلها تلاقيهم رقم كبير. 90% من الناس اللي داخله تلعب فوركس اللي مش دارسين او مش مذاكرين بيخشوا عشان المكسب السريع والخساره. عشان نعمل الميزانيه ليها تقسيمه معينه 20 30 50 هي اللي هتحدد لي شكل حياتي هيبقى عامل ازاي بعد لما اخلص شغل والانكم بتاعي يقف. انا نازل بتمشى في مول ولقيت حاجه عجبتني عليها اوفر ليميتد اديشن، اشتريت شراء اندفاعي. مش عايزه تاخدي ريسك كبير على الفلوس اللي بتحوشيها علشان يبقى عندك الفلوس اللي تقدري تستثمريها. اللي متابعني من زمان او بيتفرج على فيديوهاتي كتير هيحس ان انا ضد الذهب. انت ممكن تخسري في الذهب في مصر بس انت مش عارفه انك بتخسري. بيكون ناجح في بلاد وبلاد لا. انا رايي ان سعد وريان ما كانوش نصابين في كميه وقت انا ضيعته في حياتي كان ممكن استفيد بيه بطريقه احسن من كده بكتير وانا ضيعته. انا في ايام كنت بصحى الصبح مش عارف هعمل ايه، اضيع اليوم ازاي في ايه. بونجور. النهارده نقشه انا متحمسه لها جدا جدا، مبسوطه جدا جدا علشان ان شاء الله نقشتنا النهارده هتغير مفاهيم كتير عن حاجه مهمه جدا شغلانه طول الوقت. نقشتنا النهارده دروس في الفلوس، هتتعلموا حاجات كتير جدا جدا من القناه ومن النهارده كلامنا مع الخبير والمستشار المالي فؤاد صديق. شكرا جدا، نورت اسكندريه اول حاجه. ربنا يخليكي، منوره بناسها، واسكندريه جميله في كل الاوقات حتى في الصيف وهي زحمه. انا بحب اسكندريه في الشتاء لكن هي في كل الاوقات حلوه. ميرسي، نورتنا والله. ميرسي، ربنا يخليكي. احنا عندنا النهارده كده هنقعد نتكلم في شويه حاجات. اول حاجه، في جمله بتتقال في كل البيوت، سؤال مش جمله. اوكي. المرتب راح فين؟ راح فين؟ ندور عليه مع بعض. ايوه. فمثلا حاجه زي كلمه الميزانيه، كلمه تقيله قوي على البيوت وعلى الشركات وعلى الدول حتى. فعلشان بيت بعد 10 أيام من المرتب تلاقي كله بيبص لبعضه المرتب راح فين. ومتهيليش انها حالة فردية، يعني أنا مسرفة بس أنا متهيليش انها حالتي لوحدي. بعد مع صحابي كلنا بنسأل نفس السؤال. إزاي نقدر نعمل مش ميزانية، مش حاجة جبارة بس حاجة سهلة إن احنا نقدر نعملها وتنقذنا لآخر الشهر؟ طيب بصي، هو السؤال فيه جزئين. الجزء اللي هو بتاع هي الفلوس راحت فين، وده كومن جدا لأغلب الناس. أيوة. وبالذات الناس اللي هي مش بتعمل تراكينج للمصاريف بتاعتها او ما عندهاش بادجت مكتوبه او بيتابعوها ثرو ابلكيشن على الموبايل او كده، اللي هم اغلب الناس. يعني نادرا لما بتلاقي حد بيبقى قاعد عمال يكتب انا النهارده اشتريت كوفي، النهارده اشتريت تي شيرت، النهارده صعب قوي. هو في ابلكيشن في دي من الحاجات المهمه جدا اللي هتساعد، يعني اللي هيساعدنا جامد في ان احنا نتحايل على السؤال بتاع هي الفلوس دي راحت فين. هم حاجه من الاثنين. يعني في الطريقه القديمه جدا اللي انا كنت في بيتي بشوف جدي وجدتي كانوا بيعملوها، بيجيبوا عندهم نوتة نوتة مصاريف صح. ويكتب انا جبت فول بكام. احنا دلوقتي النوتة دي بالنسبه لنا بقت نوستالجيك جدا وبنتفرج عليها نشوف شوف زمان الاسعار كانت ايه وكانوا بيقولوا غاليه واحنا دلوقتي الاسعار عامله ازاي. كيلو اللحمه كان مش عارفه بالظبط، كيلو اللحمه كان ولا حاجه بالنسبه لدلوقتي. أيوة. وبالنسبه لهم كان غالي. فهي اتس تراكنج سيستم كده بس مانيوال وقديم شويه. في ناس ممكن تفضل ان هي تعمله لحد دلوقتي ان هو اي حاجه هصرفها هكتبها انا بنفسي حتى لو في اخر اليوم او كده، او معايا نوت صغيره في جيبي. بس هي طريقه قديمه شويه وما اعتقدش انها اسهل طريقه دلوقتي ان احنا نعمل بيها التراكنج ده. لا مش سهل. الطريقه الثانيه طبعا هي طريقه ان انا بنزل ابلكيشن على الموبايل، ابلكيشن بتاعت اكسبنس تراكنج. هي بتتراك كل كده اكسبنس يعني مش اسم الابلكيشن بس اسم أوكي. الطريقه دي. في ابلكيشنز كتيره جدا بتعمل كده. أوكي. فبدل ما اطلع نوته ورقه وقلم واقعد اكتب انا جبت لبانه، انا جبت غيرت فرده العربيه مش عارف ايه، على الابلكيشن على طول اروح مدخل الايتم او اسمه او في حاجات كتيره هتبقى اوريدي ريكوردد عندي من كتر ما انا بشتريها او اي حاجه بكون بستعملها على طول، واكتب السعر كان كام. فابتدي ان انا تراك البادجت دي. فهي فكره الفلوس دي راحت فين. مصدر السؤال ده مش لان الفلوس وقعت مني ولا لان الفلوس ضاعت او اتسرقت، لا. في اغلب الاوقات بيبقى مصدر السؤال ده ان انا صرفت الفلوس دي بس مش عارف انا صرفتها فين. وده غالبا بيكون بسبب ان انا بصرف الفلوس دي في حاجات صغيره ورخيصه وكتيره. فاكبر عدو للبادجت السوبر ماركت، شوكولاتايه، كوفي، تيبس، اي امرجنسي صغيره طلعت، حطيت بنزين،
حاجات بنعملها على طول من غير ما نركز فيها. اوكي. بس يعني سيبك من البنزين دلوقتي بقى غالي شويه فبنحس بيه، لكن الحاجات الصغيره اللي ما بنحسش بيها دي عاده بتكون المسؤول الاول عن السؤال بتاع الفلوس دي راحت فين. الحاجات الصغيره اللي بتتصرف من غير ما اخد بالي وبتتصرف كتير، ومن عيوبها كمان ان هي بتكون حاجات عاده راندم جدا، حاجات عشوائيه جدا. كل شهر بتبقى مختلف عن التاني، لانه اي حد بيخش له دخل عنده في الشهر بتاعه في ميزانيه عقله، مش لازم تكون مكتوبه او كده، المصاريف الاساسيه اللي عنده. انا لازم اشيل من مرتبي ده كذا علشان الايجار، كذا عشان الكهرباء والميه، كذا عشان الاكل والشرب مثلا. وبيفضل شويه فلوس نظريا دي اللي المفروض بقى بتاعه التحويش، بتاعه الاستثمار، بتاعه الانبساط، بتاعه اللايف ستايل، ايا كانت بتاعه ايه. بس جزء كبير من الفلوس اللي بتفضل بعد ما بدفع مصاريفي الاساسيه اللي هي مش هعرف اعيش من غيرها، بيتصرف في حاجات انا مش واخد بالي ان انا بصرفها فيها. ففي الاخر بيجي لنا في اخر الشهر السؤال بتاعنا مش عارف الفلوس دي راحت فين. انت مش عارف علشان انت مركزتش فيهم. اوكي. مش علشان هم ضاعوا منك ولا عشان وقعوا. فالمفروض كل حاجه اكتبها، كل حاجه يستحسن كل حاجه، بس هي خلي بالك دي تاسك تقيله قوي. يعني أيوة. انا فاينانشال ادفايزر بقالي 23 سنه، وده جزء اساسي من شغلي. انا بعمل كده، بس مش بعمل كده في كل حاجه في حياتي. بس انا طبعا انا اكستريم شويه في حته الدوكيومنتيشن دي، بس انا عندي اكسل شيت لكل حاجه. عندي اكسل شيت لمصاريف الكلب بتاعي، عندي اكسل شيت للكتب اللي بقراها، عندي اكسل شيت للاكل اللي باكله. يعني انا قعدت سنين، يمكن بطلت اعمل كده من سنه او سنتين، بس انا قعدت يمكن 10 او 12 سنه كل ايتم باكله في اكسل شيت موجود عندي. انا فطرت ايه واتغديت ايه واتعشيت ايه. فمش لازم الناس تعمل كده طبعا، لكن في بس المصاريف ده طول عمرك؟ هو من وانا صغير كان في بوادر لده. يعني من وانا في المدرسه مثلا كان عندي نوت بكتب فيها انا بحب اتراك الحاجات اللي بتحصل كتير. أوكي. يعني اي ايفنت بيحصل كتير، يعني عندي نوته مثلا بكتب فيها كل ما اروح سينما انا رحت فيلم ايه ومع مين وكان يوم كام وكان في السينما ايه فانا ما اعرفش، كان عندي هوايه الدوكيومنتيشن دي. اوكي. ف it served me well لما كبرت في موضوع الفاينانس، ان انا في المصاريف بتاعتي في مصاريف كتيره بعمل لها اكسل شيتس مخصوصه، لكن انا مش بكتب كل حاجه بصرفها. ولاي حد بيتفرج مش مطلوب منه ان هو يعمل ده الا شهر او شهرين. شهر او شهرين دول هدفهم الاساسي ان هم هيوروا لك تظبيط، هيوروا لك، هيعملوا لك سبوت لايت على كم الفلوس اللي بتروح منك من غير ما تاخد بالك هي بتروح منك في ايه. لو كتبت كل حاجه هتيجي اخر الشهر تجمع الفلوس دي كلها اللي اتصرفت في حاجات عشوائيه ومختلفه وكل شهر غير التاني، هتلاقيهم رقم كبير. بادجت، تخيلي الفلوس دي اتصرفت في شهر، طب تخيلي في سنه، يعني اضربي الرقم ده في 12 شهر، طب تخيلي في 10 سنين. الفلوس دي كان ممكن نعمل بيها حاجه فاليبل جدا مهمة لو كنا ركزنا معاها. فعلشان الشخص يعمل ده صح، شهر او شهرين بس يتراك الاكسبنسز دي سواء بالكتابه او بالابلكيشن، وعن طريق التراكنج ده هيكتشف الجابس بتاعته فين او المصاريف الغلط بتطلع فين، فيحاول ان هو يتجنبها الشهور اللي بعد كده. الشهور اللي بعد كده مش هيقعد بقى كل شهر ماشي بنوته ورقه وقلم ويقعد يكتب انا جبت كيس شيبسي، انا جبت مش عارف ايه. مش هيقعد يعمل كده. هي في الاول بس to put him on the right track، انه ياخد باله ايه المصاريف دي عشان بعد كده يقدر يتجنبها. احنا بقى عندنا مشكله الايزي شوبينج. انت لما وانت قاعد في البيت، احنا كان زمان واحنا صغيرين علشان نصرف لازم تلبس وننزل كلنا وهنبتدي نصرف. دلوقتي احنا بقى عندنا مشكلة ان انت وانت قاعد في البيت ومن غير ما تتحرك ومن غير ما تعمل اي مجهود صرفت كمية فلوس فظيعة عشان انت عمال تعمل كده. الله ده حلو قوي، الله ده جميل قوي. وكمان لو عندك مراهقين في البيت، جنزي الحلوين بيصرفوا اونلاين، هم كل الحياة اونلاين، فالدنيا عندهم سهلة قوي. صح. وانا بشوف دلوقتي ان ده صعب اعمله مش صعب مع انها مبالغ، بس ما هو من كتر ما هو سهل ان انت بتشتري من غير ما تحس عشان انت ما دفعتش الفلوس. صح. بصي، هو اولا ثانك يو ان انت عرفتيني على التيرم بتاع الايزي شوبينج ده جديد عليا. أيوة، بس ات ميك سنس جدا. كارثي. يعني هو او اكتر الانترنت شوبينج او الشوبينج اونلاين، لان هو ده الدنيا اتسهلت قوي في القصه دي. فزي ما انت بتقولي مظبوط صح، افتح الموبايل الاقي ابلكيشن، الاقي مكان بيبيع ايا كان. حتى في حاجات انا ما كنتش داخل اشتريها بس لقيتها طلعت قدامي، طب سعرها كويس، عليها ديسكاونت مش عارف ايه. وعاده الديسكاونت ده بيبقى فيك او مش حقيقي، بس برضو اتس ايزي وجات لحد عندي فلت مي دو ذس. دي بتبوظ الدنيا شويه، لان هي بتعمل حاجه شبه الامبالسيف باينج. الامبالسيف باينج اللي هو انا نازل بتمشى في مول ولقيت حاجه عجبتني، او لقيت حاجه عليها اوفر، او لقيت حاجه
ليميتد اديشن او حاجه قال لك دول اخر حتتين ثلاثه، وانا ما كنتش ناوي اشتريها اصلا، بس حصل تمتيشن من نوع معين فانا عملت امبالسيف باينج، ان انا اشتريت شراء اندفاعي معايا الكريدت كارد في جيبي ومش محتاجه، او اللي يمكن قدام احتاجه. عارفه زي في مسرحيه سك على بناتك، ما يمكن قدام تغلى صوره ميرفت امين فاجيبه وخلاص. وكمان فكره ان انا ما بطلعش فلوس من جيبي واعد واحس بيها بتاخد جزء من الامباكت. بتتصدم ان الحساب صفر بعد ما هو كان فيه، يعني هو كان فيه، انا متاكده. طب ايه اللي حصل؟ او داخل السوبر ماركت مثلا انا هجيب كيس رز مثلا، انا بلاقي 2 بيساعدوني وانا طالعه بيشيلوا معايا حاجات ليه كل ده مش عارفه. بصي برضو ده هيساعدنا في اجابه النص الثاني من السؤال الاولاني في قصه البادجت. يعني علشان نتغلب على الايزي شوبينج او كده، لو هي معمول لها بادجت واضحه وصريحه من ضمن البادجت بتاعتي الاساسيه من الاول، فانا قبل ما هشتري اي حاجه من دول هبص على البادجت بتاعتي دي فيها في الكاتيجوري اللي انا حاطه بتاع الشوبينج اونلاين او الشوبينج ان جنرال، في اللي يكفي ان انا اقدر اجيب ده ولا لا، وهل هو اساسي ولا لا وكده. لو في تمام. بس لو انا عامل بادجت والبادجت بتقول لي لا انت عايز تشتري حاجه ب100 انت معاك 35 اللي فاضل، ف this is not the right time، استنى للشهر الجاي او كده. فده ممكن يحجمني شويه في الموضوع ده، بس ده هيرجعني اساسا لفكره ان انا يكون عندي بادجت معموله صح. فممكن نتكلم شويه عن ازاي اعمل بادجت صح، لان ده مهم جدا. هو الكلام سهل، التطبيق هو اللي صعب. بس يعني هي محتاجه التزام في الاول، واي تغيير في الاول بيبقى صعب. انا متعود على طريقه صرف معينه وعندي دخل معين وانا بصرف بعشوائيه، بس العشوائيه دي بقت جزء من حياتي لدرجه ان ده بقى الطبيعي، فما بقتش حاسس انها عشوائيه. فالتغيير من ده صعب. فاول حاجه يعني عشان التزم بالميزانيه واعملها صح، ان انا اغير طريقه تفكيري في ان انا هعمل ميزانيه وهلتزم بيها، فده هيضطرني الى ان انا اغير الهابتس بتاعتي في الصرف. ف I have to make my peace with this الاول، ان انا اقتنع بان هو ده الصح اللي اعمله، وبعدين نخش في موضوع الميزانيه. فعلشان نعمل الميزانيه هي ليها تقسيمه معينه. التقسيمه دي مش مقدسه ولا حاجه، يعني اللي هي ما ينفعش نغير فيها، ممكن نلعب في النسب شويه، بس هي دي اقرب نسبه للطبيعي اللي ممكن يتطبق على اغلب الناس. وسهله؟ هي سهله جدا. لا سهله جدا. هي 20 30 50 وهنقسمها فردر، ممكن نخليها 20 30 20 30. هشرحها بتفصيل اكتر لكل واحده. فهي لو خدنا التقسيمه الاولانيه بتاعت 20 30 50، المفروض ان 50% من الدخل بتاعي يكون للاساسيات، يكون للحاجات اللي ما اقدرش اعيش من غيرها، اللي هو انكلودنج الاكل والشرب والسكن والمواصلات عشان اروح واجي من الشغل، او بنزين عربيه او كده، كهرباء وميه، الحاجات اللي ما اعرفش اعيش من غيرها. 30% دي بتكون لللايف ستايل، بتكون انا عايش ازاي، مدخل ولادي مدارس ايه، بسافر اتفسح فين، بلبس لبس براندز ولا لبس اقل، ولا 30% دي بتحدد لي شكل حياتي اللي هو بيبان للناس. او ليا انا شخصيا، لو انا 30% دي قررت ان انا هسافر بيها كل مره I will enjoy myself in a trip، خلاص هي دي ده اللايف ستايل بتاعي. 20% دي بتكون للمستقبل، بتكون للتحويش وبتكون للاستثمار. فال20% دي هي اللي هتحدد لي شكل حياتي هيبقى عامل ازاي بعد لما اخلص شغل والانكم بتاعي يقف. لان في ناس كتير ما بتاخدش بالها من الحكايه دي، طول ما هو شغال وبيقبض الدنيا ماشيه كويس قوي، بس هو ما بياخدش باله من فكره انا هوصل لسن معين يا اما هيطلب مني ان انا اسيب الشغل، يا اما انا شخصيا مش هكون قادر اشتغل. ولازم يكون معايا الفلوس اللي تكفيني اللي باقي لي من عمري عشان اصرف على كل الحاجات التانية. في طبعا مصاريف هتكون اتشالت من عليا، خصوصا لو ولادي كبروا او اتجوزوا او لكن في انا هفضل اكل واشرب، هفضل ممكن ولادي يسافروا حته ابقى عايز اشوفهم، هفضل. انا بشوف ان احنا لما بنكبر بالعكس مصاريفنا بتزيد. يعني الناس بتقول ان لا الكبار دول ما بيصرفوش، بالعكس. لا هي بتزيد في حاجات وبتقل في حاجات تانية. لكن من اكتر الحاجات اللي بتزود المصاريف لما بنكبر الهيلث كير، الواحد ياخد باله من نفسه. مزبوط. الادويه والعلاجات وخصوصا انه في ناس كتيره جدا وهي بتشتغل بتكون الحته دي كفرد بشغلها، يبقى عنده هيلث انشورنس، يبقى عنده تامين مع الشغل، عمره ما اشترى دواء، عمره ما اشترى دواء وما حسش بان هو دي بادجت وبيدفع لها فلوس كتير قوي. وانس ان هو ساب شغله الانشورنس كمان بتاعه بيوقف. صح. فبقى بيصرف على الحاجات اللي كانت بتتصرف عليه من غير ما ياخد باله، هو بنفسه اللي بيصرفها وبيصرفها من غير انكم داخله. اوكي. فرجوعا للميزانيه،
50 30 20. بس انا بحب افصصها اكتر شويه، اقول 20 30 20 30. فهي 20 زي ما هي للمستقبل، و30 زي ما هي لللايف ستايل، و30 للسكن، و20% للاساسيات. يعني هما الاثنين دول كانوا مع بعض، السكن والاساسيات كانوا مع بعض، اوكي. كانوا واخدين 50%. فانا بس بالنقطه دي عايز اقول انه الحسبه الاقرب للصح، لو انا عايز احسب لنفسي انا السكن بس اللي هو جزء مهم جدا من حياتي، انا ساكن برخيص ولا بقليل، انا ساكن بالرقم اللي اي كان افورد، اللي اقدر ان انا اسكن بيه، ولا اقدر اسكن في حته احسن، ولا لازم اعمل داون جريد، يكون 30%. يعني لو انا بقبض 10، 3 منهم يكونوا للسكن. اوكي تمام. خلي بالك انا وانا بتكلم دايما انا متعود على كده اكتر في الفيديوهات بتاعتي. مش عارف هنلتزم بالقاعده دي هنا ولا لا، انا حاسس ممكن ما نلتزمش بيها بما ان احنا بنصور في مصر واسكندريه. فانا دايما بحاول اقول رقم وما حددش عمله، لان انا دايما بكلم الناس كلها، أيوة كل اللي صح. بيتكلم عربي في كل ايوه بلد. بالظبط. فدايما بقول هتلاقيني بقول 3000 5000 10000 بس ما حددش هم ايه. ايوه بس بما ان احنا في مصر فممكن نجيب سيره الجنيه كتير يعني. ايوه يا ريت يا بس ريت. فهي التقسيمه للبادجت 20 30 50 او 20 30 20 30 بالطريقه اللي انا شرحتها دي اقرب حاجه للصح. اوكي. بس بس دول لو كل الفلوس بتبقى في نفس الحته، يعني لو كل الفلوس في نفس الحته هيتصرفوا، يعني قصدي بمعنى ايه في نفس الحته؟ يعني هو بنك اكاونت واحد مثلا، أوكي. هو اللي فيه كل الحاجات دي، مش هعرف ليه. ده هو ده انا عامل كده، او يعني انا عندي بنك او 2 اند ذاتس ات. وبستغرب جدا لما اشوف حد عنده 4 بنك اكاونتس 5 بنك. ليه كل ده؟ مش انت مفروض. محتاج واحد. انا عندي 2 كمان، لان انا عندي واحد عشان انا عايش في دبي، فعندي واحد هناك وعندي واحد في مصر اوكي. اند ذاتس ات. بس بحس اني لازم هاخد منه اللي هو بقى انت لازم هتاخدي منه، بس خلي لا بالك. قصدي هروح على ال20 وال30 التانيين اوكي. بتوع السيفنجز وبتوع التحويشه. لو انت بتقعي في الغلطه دي، انا هقترح عليكي اقتراح كانت مراتي بتعمله، وهي كانت شاطره جدا فيه. ايه بس ده هيرجعنا 15 20 سنه ورا. مش مشكله، يعني المهم بس تبقى في ناس بتحب تعمله كده. في حاجه اسمها الانفلوب سيستم. الانفلوب سيستم ده اظرف انا اللي كنا بعمل بنبعت فيها كده. جوابات زمان. اول لما بستلم مرتبي بروح واخده من البنك، which is something I don't recommend. يعني انا ما برشحش خالص ان انا المرتب ينزل اسحبه من البنك. بالعكس، أوكي. خليه في البنك لانه ده احسن لي وافيد لي وممكن نتكلم فيها. لكن هنفترض ان احنا هنعمل الطريقه دي عشان نتجنب مشكله تانية. هاخد فلوسي، مرتب نزل من البنك هاخده هقسمه في اظرف. ظرف مكتوب عليه ايجار، ظرف مكتوب عليه انترنت، ظرف مكتوب عليه مصاريف مدارس، ظرف مكتوب عليه اكل وشرب. وهحط في كل ظرف الرقم اللي انا محدده من الاول ان هو ده الرقم المناسب للبادجت دي وده اللي هيغطيها. وعندي ظرف للسيفنجز اند انفستمنت. انا قعدت 2-3 او يمكن اكتر وقت الدراسه بعمل كده، بعمل الاظرف دي. جدي كان بيعمل، يعني انا جده كان ما هي بيعمل طريقه كده. بقول لك دي زمان كنا بنعملها. ده دول اكتر شهور مثلا اللي ما بتبص مني. اوكي. لاني باخد بس الحاجات الاساسيه والمصاريف، واللي انا عايزه احوشه او اللي انا عايزه اعمل بيه حاجه تانية بخليه في البنك. عشان كده بقول لك يبقى في 2 بنك اكاونتس اسهل. بصي ولا مش اسهل؟ هقول لك رايي بمنتهى الصراحه. هي فكره 2 بنك اكاونتس دي بالنسبه لي عامله زي فكره ان واحد معاه ساعه وظابطها 5 دقائق، مقدمها 5 دقائق عشان ما يتاخرش على مواعيده. انا بتهيالي ده كله بلاسيبو. انا بتهيالي ده كله از فيك. ما انا عارف ان انا مقدم نفسي 5 دقائق، فكل ما هروح ميعادي هبقى عارف ان انا مقدم نفسي 5 دقائق، فانا مش متاخر. نفس الحكايه فكره البنك. انت اللي محتاجه بنك اكاونت واحد، او يعني ممكن يبقى عندك اكونتس جوه البنك. يعني عندك كارنت اكاونت وعندك سيفنج اكاونت، ممكن نتكلم عن الفروق بينهم والمميزات والعيوب بكل واحد. لكن يكون عندك بنك اكاونت واحد بينزل لك عليه مرتب. ولو مش هتعملي الانفلوب سيستم او انك انت تاخدي الفلوس تحطيها في الاظرف دي، انا شخصيا بعمل كده. انا اي انكم بيجي لي بيروح على البنك اكاونت بتاعي ومتقسم جوه. في جزء باخده بحطه في السيفنجز اكاونت، في جزء باخده بحطه في الانفستمنتس بتاعتي، وفي جزء باخده ده بتاع المصاريف الشهريه والكرنت اكاونت. في جزء طبعا ده مهم جدا بسدد بيه الكريدت كارد، لان انا اعتمادي كله على الكريدت كارد في مصاريفي الشهريه العاديه. فلازم كل شهر I have to make sure ان 100% من الفلوس اللي انا استخدمتها في الكريدت كارد رجعت اسددها تاني. فانت ممكن تعملي several accounts جوه البنك اكاونت بتاعك وتوجهي كل واحد على حسب احتياجاتك انت عامله ازاي. اوكي. المهم ان التقسيمه تبقى هي زي ما هي كده. خلي بالك هي التقسيمه بس جايد لاين علشان يساعدك، انما هي مش it's not written on stone. يعني أيوة. ممكن تغيري فيها زي ما انت عايزه.
والمفروض ان هي تبقى زي ما تقول ده لايف ستايل، يعني طول الوقت يبقى عندي الميزانية دي، البادجت اكسل دي، ولا بس كده لحد ما تظبط؟ بص، انت في الاول هتحسي بيها، لانك زي ما قلنا من شويه هتكوني بتعملي تغيير في الطريقه اللي انت بتصرفي بيها. بعد كده مش هتحسي بيها. يعني انا خلاص دلوقتي انا بعمل القصه دي بقالي 15 20 25 سنه، فانا دلوقتي ما بفكرش انا هحط كام للايه هي بتحصل لوحدها، لان انا عملتها شهر في الثاني في الثالث ركزت معاها. دلوقتي باي ديفولت اتس سكند نيتشر، بقت طبيعه ثانيه جواكي انك انت عارفه الفلوس دي رايحه لكذا، الفلوس دي رايحه لكذا. بس عايز اقول لك حاجه على نقطه الانفلوب سيستم اللي اتكلمنا فيه، لان ده برضو ليه شرط مهم قوي علشان ينجح، او شرطين ثلاثه يعني، بس من اهمهم انه تلتزمي برضو بانك انت ما تجيش تروحي شايله فلوس من الظرف ده وحطها في الظرف ده بعد شويه. أيوة. يعني بند الظرف بتاع الخروجات خلص، طب هناخد من بند قسط المدرسه مثلا او كده. أيوة. ده يبقى غلط تماما. وبالذات الظرف بتاع ال 20% اللي هم بتوع التحويش والاستثمار، لان احنا عادة بنحطهم اول لما بنتزنق نروح واخدين منهم. ده هيبوظ السيستم خالص. هو العكس الصح، العكس ان انا مثلا عندي بند الكهرباء والميه انا حاطط فيه 500 جنيه للبند ده. الشهر ده طلع الكهرباء والميه 400 جنيه. طبعا انا بدي ارقام جزافيه، انا ما اعرفش الارقام في مصر كام، ما اعرفش ارقام مش موجوده يا فؤاد، والله كان نفسي. الناس كلها هتخش تقول لي كهرباء ايه اللي هندفع 8 مليون في الكهرباء دلوقتي. المهم فلو بس ظرف بجد كتير الكهرباء. بس هي الصيف في مصر الحاجات كلها غليت. الكهرباء اول ما بتعرف ان الصيف دخل، حتى لو لسه ما شغلناش، والله لسه ما بيبقاش شغلته، الفاتوره بتروح في حته تانية. ما هي دايما كده. حتى يعني انا برضو في دبي احنا عندنا شهور الصيف، بس احنا في دبي التكييف طبعا مش زي في مصر خالص. بس دايما شهور الصيف بتبقى اغلى بكتير من شهور الشتاء. سوري، على عكس كده في اوروبا. يعني الناس اللي عايشه في اوروبا هتلاقيهم الشتاء عندهم اغلى بكتير عشان الشفاج التدفئه. بس فلو انا حاطط 500 جنيه لبند الكهرباء مثلا، وجت الكهرباء الشهر ده 400، ال100 اللي هتفضل دي مش هخرج بيها ومش هتفسح بيها، ودي اوتوماتيكلي بتروح على الظرف بتاع السيفنجز والانفستمنت، لان ده اكتر ظرف مش بستفيد بيه طول ما انا بحط فيه، لكن ده اكتر ظرف هيساعدني في مستقبلي، هيساعدني في بقيه حياتي، هيساعدني في جامعه اولادي، هيساعدني في الريتايرمنت بتاعي، هتساعدني في ان انا اعيش لما الدخل بتاعي يقف، هيساعدني في حاله الازمات برضه. لانه جزء مهم قوي من البادجت علشان تبقى ناجحه، ان في جزء من الفلوس بتاعتي لازم يكون ده صندوق الطوارئ بتاعي، ده الامرجنسي فاند بتاعي. لو حصل اي حاجه unexpected، حصل اي مشكله، حصل حاجه باظت في العربيه، حصل حد دخل مستشفى، حصل اي ظرف طارئ، في ظرف لصندوق الطوارئ. بس ظرف صندوق الطوارئ ده ظريف قوي، لان انا مش بقعد احط فيه فلوس، انا بحط فيه فلوس لحد ما يتملي لرقم معين. انا بحط رقم معين ده في راسي، انا عايزه اوصل ده التارجت. مش كام فلوس بس، برسنتج قد ايه، او بتحسبيها ازاي الرقم اللي بتحطيه؟ يعني مثلا لو 10,000 هحط 1000. اوكي ماشي، نسبه 10% من الانكم. بس انا قصدي عايزه توصلي صندوق الطوارئ ده ان هو يكون فيه قد ايه. ما عمري ما فكرت كده. انا هقول لك على اقرب حاجه للامان شويه، اللي احنا ذكرناها في الكتب، ان صندوق الطوارئ يكون فيه الفلوس اللي تغطيكي من 3 ل6 شهور من مصاريفك الاساسيه، مش من كل مصاريفك، لكن من مصاريفك الاساسيه. لان انت في حاله الطوارئ مش هتسافري تتفسحي في اوروبا، مش هتخرجي تاكلي اكله حلوه بره. أيوة صح. لكن هتضطري تسكني، وهتضطري تدفعي فاتوره موبايلك، وهتضطري يبقى عندك انترنت. في مصاريف اساسيه دي مهمه. يعني لو فجاه سبت الشغل انا قادره ابقى قاعده مرتاحه مطمنه شويه. انت لو سبتي الشغل مش هتفكري انا عايزه اشتري شنطه جديده مثلا. ايوه. انلس لو دي هتساعد في حالتك النفسيه مثلا. في ناس كتيره كده. لازم هنتكلم عن بس مش هتعملي الرفاهيات الكتير اللي كنت بتعمليها وفي شغل. ايوه. فلازم صندوق الطوارئ بس قصدي ابقى مطمنه ان انا مش بكره حد هيطردني من البيت، او مش بكره حد هيخبط عليا يديني فاتوره وما بقاش عارفه ادفعها. بالظبط. دايما بنقول ان هو يبقى من 3 ل6 شهور من مصاريفك الاساسيه يكونوا في الظرف بتاع الامرجنسي فاند. فدي ميزته انه هيحسسني بالامان، هيحسسني ان عندي حاجه تسند عليها لو حصل مشكله كده او كده، وفي نفس الوقت انا مش بقعد ازود فيه فلوس. خلاص هو انا عندي اللي يكفي من 3 ل6 شهور. خلاص الفلوس دي اتقفلت وبتفضل قاعده كده. ممكن كل 6 شهور، كل سنه، كل سنتين 3 ازود فيه شويه لان الدنيا بتغلى. فازود فيه شويه بنسبه معقوله. انما اي فلوس زياده بتفضل عندي بعد مصاريفي الاساسيه والبادجت بتاعتي بتروح على السيفنجز والانفستمنتس. طيب في فئه
ما كناش بنتكلم عليهم زمان عشان كانوا دول اغنياء قوي. الناس الحلوه اللي بتشتغل في الخليج اوكي اهلي منهم. احنا اكتر اهلي مغتربين. كان زمان اللي بيشتغل في الخليج ده عنده عمارات وبيوت وعربيات وحاجه يعني عايش عيشه جميله جدا. انا لما سافرت عايزه اعمل بقى زي اهلي بقى، وانا نازله بقى اجيب هدايا مروحه وكاسيت لا اجيب بقى هدايا للناس ما جايه بقى من السفر وكده. لقيت هم ازاي كانوا بيعملوا كده. لقيت الموضوع لا ما بقاش زي الاول. وبقى كمان الحد اللي بيشتغل بره مش شرط انه يبقى معاه فلوس، وبالعكس بقى مطلوب منه عنده بقى بند. انا في مثلا قاعد في بلدي، انت مش شايل هم سفرية او نزولة بلدك. انت مش شايل هم تيكت طيارة، خلاص مثلا زنقت معايا وباظت فمش هسافر السنة دي مثلا، او انا مش هسافر بره يعني مش هتفسح. لكن اللي مسافر بره وبيشتغل بيبقى نفسه في الشهر ده يجي يريح فيه، فكمان البادجت بتاعه في حتة كبيرة من ان الفلوس دي لازم تتشال علشان يقدر يدفع تيكتس ويجي وينبسط مع اهله ويفرحهم ويرجع يبتدي تاني من الصفر. وبقت حاجة متعبة. يعني أنا بشوف الناس وهي مسافرة احساس رجوع المدرسة ده. انا خلصت كل حاجة، صفرت كل الاكاونتس ورجع ابتدي من الاول. طيب هو ده برضه يعني الاكزامبل الاخير بتاعك ده اكزامبل اكستريم شويه، لحد يا دوبك اكيد مش هيكون بيحوش او مش شايف فلوس على جنب او لسه بادي. أيوة. لانه يعني هو almost he is living paycheck to paycheck، يعني صح. بيخش له الدخل على اخر الشهر بيكون يا دوبك أيوة. كمل الشهر بالعافيه او كده، بتبقى ستريتش طبعا قوي. بس بالنسبه لقصه ان هم زمان كانوا بيجيبوا حاجات وبيشتروا اطيان واراضي والكلام الابيض والاسود ده اسطوره ده بيتهيألي ليه علاقه اكبر لو احنا كنا بنتكلم على دول الخليج، يعني ليه علاقه اكبر بتطور دول الخليج. لانه زمان زي ما كنا بنسمع، يعني انا ما شفتش ده بعيني وانا كبير بس مش للدرجه دي. يعني زمان ما كانش في حاجه تتعمل في الخليج، فانت بتشتغلي وبتقبضي كتير وفلوسك كلها معاكي تقريبا. صح. خلاص النهارده شويه لبس بسيط ممكن بس النهارده السعوديه والامارات وقطر وعمان البلاد دي فيها كميه اتراكشنز تخليكي اي فلوس زياده معاكي هتعرفي تصرفيها هناك بقت كتيره جدا. فانت بقيتي مغتربه او عايشه في الخليج او في اي بلد من البلاد اللي قلناها دي وبيخش لك انكم كويس جدا، لكن المغريات اللي بقت موجوده هناك أيوة. بصراحه الناس عامله شغل. وحتى لو مش بادي، حتى لو هو مش بادي فانت عايش حلو قوي. صحيح. فانت مزنوق قوي برضه. لا كمان هناك الايجارات طبعا ارقام خياليه وفلوس كتيره بتدفع في البند بتاع السكن ده لوحده. بس بقى في المغريات اللي ما كانتش من 30 سنه ومن 40 سنه ومن 50 سنه على ايام اهالينا. ما كانش في كم المغريات والتقدم اللي موجود في حته الانبساط والاميوزمنت والاماكن اللي تصرفي فيها فلوس زي ما هي موجوده النهارده. انت النهارده اي بلد من دول تقدري almost ما فيش حاجه ما تقدريش تعمليها هناك الا الكالتشر بتاعت بلدك مثلا. يعني ما فيش خان الخليلي هناك بتاعنا مثلا، انما عايزه تروحي سينما، عايزه تخشي في وسط التلج في درجه حراره 50 بره تعرفي تعملي كده، عايزه والسفر من هناك طبعا بقى موجود. الزو في الامارات فظيعه. الايه؟ الزو في كذا واحده وفي حاجات مبهره جدا وكبيره فانت جدا. فعلا دلوقتي بقت الناس بتصرف فيها، فبقى عنده حته البند الفيكيشن بقى لود عليه. صحيح. لانه هو اوريدي بيصرف كتير. مظبوط. طيب دلوقتي انا لما اجيلك دبي لا اجيلك بقى اجيلك ان شاء الله لازم لما اجيلك عندي 4 كريدت كاردز وعندي ديون لناس. المفروض علشان حد في الوضع ده وده بقى ناس كتير يعمل ايه؟ اولا انا شفت ريلز بتاعت الكريدت كارد جايه في وقتها. لان انا مثلا عملت كل حاجه في حياتي من لما ابتديت لحد دلوقتي الا ان انا اسد ال 10,000 بتوع كريدت كارد، فاهم اللي هو. ودول من زمان جدا
انت يا حبيبتي ما بتتقفليش ليه؟ انت ليه يعني انا بجيب حاجات اكتر من كده، انت مالك؟ ف وكان في واحد مره منزل ريل موتني من الضحك، بيقول يا جماعه انا جبت عربيه مرسيدس ولسه عندي 13,000 جنيه كريدت كارد. فالديون والكريدت كارد علشان حد يجي من تحت قوي في وسط زنق الديون والكريدت كارد، ما هو ديون كمان صح. ايا كان نوع الدين، وتقول له تعالى وقف على رجلك. ازاي يقدر يقف على رجلك؟ اول حاجه لو حد عنده 4 كريدت كاردز في حاجه غلط مبدئيا. يعني هو اوبتيمملي يعني احسن شيء يعني نظريا انت مش محتاجه غير كريدت كارد واحد. اوكي. unless لو الليميت بتاعك قليل جدا، ودي ليها طرق علشان تعالجيها، لانه الاحسن ان يكون عندك هو كريدت كارد واحد وديبت كارد واحد. كريدت كارد اللي مناسب بالنسبه لك. انما لو انا جالي كلاينت قعد معايا وقال لي انا عندي 4-5 كريدت كاردز، في حاجه غلط. الراجل ده في حاجه لازم نصلحها له مبدئيا. ايوه يعني هو ده ان اللي انا يبقى عندي كريدت كاردز جديد، دي مش حاجه حلوه خالص. اوكي. بس طبعا انا هقدر اخد من هنا 5 ومن هنا 10 ومن هنا 5 تانيين و10 تانيين، فهجمع الرقم اللي انا ممكن ابقى محتاجه. ماشي، بس ده مش احسن حاجه. الاحسن ان انا مش محتاج غير كريدت كارد واحد وديبت كارد واحد. كريدت كارد تقريبا المبلغ اللي مثلا اختار ان انا يبقى عندي كريدت كارد، تقريبا المبلغ ده يبقى كام من دخلي؟ لا، هو ما فيش رقم معين، بس هو البنك عاده الستاندرد بتاعه او في اغلب البنوك بيقول لك انا هديكي 3 اضعاف مرتبك ككريدت كارد. ايوه. يعني انت مرتبك 10 هديكي 30 هديكي 40، وهو بيمونيتور طريقه الصرف اللي انت بتصرفي بيها، وعلى اساسها يا اما بيخلي الليميت بتاعك زي ما هو، يا اما كل شويه هتلاقي البنك بيكلمك يقول لك انا عايز ارفع لك الليميت. ايوه. هو بيبقى عايز يرفع لك الليميت غالبا لان انت بتستعملي الكريدت كارد صح. هو عايزك تستعمليه غلط. يعني البنك من مصلحته ان انت تستعملي الكريدت كارد غلط، وشركات الكريدت كارد عندهم الاستراتيجيز اللي بيبنوا على اساسها البنفيتس او المزايا بتاعت الكريدت كارد اللي تخليكي تستعمليه غلط. بيغروكي انك تستعمليه غلط، لان هم مش بيكسبوا منك لو استعملتيه صح. هم ما بيكسبوش منك غير في حاله انك استعملتيه غلط. زي الفيلم بتاع ميرشنت اوف فينيس اللي هو تاجر البندقيه. القصه بتاعت شكسبير اللي هو بيغري ناس بعدين في الاخر ياخد حته من كتفه. هو مش عايز فلوس. 1 باوند فلاش. ايوه 1 باوند فلاش. انا مش عايز فلوس. ولما حتى قرر يقول له خد فلوس، لا انا مش عايز فلوس، انا عايز ال 1 باوند فلاش بتوعي. خدهم من غير دم بقى لو عرفت. فهي فعلا نظريه رهيبه. ان هو كل شويه يقول لك ده انا هديك كارد وهديك مش عارفه ايه. في طول الوقت انت في مغريات. الناس بتقع. ما هي اللي بيبقى عنده كريدت كاردز كتير او بيبقى عنده ديون هو وقع تحت اغراء معين بالظبط. خلاه. بس انا هشرح لك كل الناس اللي بيتفرجوا علينا الحته دي، وانا هاخد راحتي فيها وهقول الكلام اللي مش عارف اقوله في التلفزيون. لا ارجوك. بصي، شركات الكريدت كارد والبنوك ما هماش مؤسسات خيريه، هم مؤسسات هدفهم الربح. اوكي. هم بيكسبوا ازاي من الكريدت كارد؟ يعني هي فكره الكريدت كارد ايه؟ ده البنك بتاعي قال لي انا هدي لك كريدت كارد والليميت بتاعك 50,000 جنيه 100,000 جنيه. الله. هو ال 50,000 وال 100,000 دول مش منحه هو مديها لك، ولا هي فلوس بتوعك خالص. ده هو مسلفك الفلوس دي ومسلفها لك لمده محدده. المده دي 30 يوم 40 يوم 55 يوم على حسب البنك، لكن هو مستنيك تعدي المده دي من غير ما تدفع الكريدت كارد، او مستنيك تدفع الحد الادنى اللي هو بيدفعه لك كل شهر، وانت فاكر انك انت كده بتعمل اللي عليك. انت كده مش بتعمل اللي عليك خالص. انت كده بتخلي البنك يطلع فلوس منك مكسب دي. يعني انت لما البنك بيبعت لك مسج بتاع كريدت كارد ادفع 500، ال 500 دول ايه؟ ده فخ. ال 500 دول فخ اللي هو الحد الادنى. هو مش بيقول لي، هو بيقول لك الحد الادنى للسداد الرقم الفلاني. الحد الادنى للسداد ده انا لما ادفعه، يعني ليتس سي بارقام كده، انا عندي كريدت كارد والليميت بتاعي 50,000 جنيه واستعملت من ال 50,000 جنيه دول 10,000 جنيه في شهر. هيجي البنك في اخر الشهر هيروح باعت لي مسج يقول لي الحد الادنى للسداد 500 جنيه. ده حلو قوي، ده جميل، انا هدفع ال 500 جنيه دول وتمام. ده فخ. ليه؟ لان انا بدفع ال 500 جنيه دول. ال 500 جنيه دول بس بيخلوا البنك ما ياخدش مني حاجه اسمها غرامه تاخير السداد.
لكن بياخد مني فوائد على كل الاماونتس اللي انا دفعتها لو عديت الليميت بتاعي، وبيبقى ليه تاثيرات سلبيه تانية كتير. التاثيرات التانية السلبيه البنك ما بيستفيدش منها حاجه، هو بيستفيد بس من الانترست او من الفوائد اللي بيحطها على المبلغ اللي انا دفعته وما دفعتوش بالكامل. لان انا لو انا ساحب من الكريدت كارد 10000 جنيه ودافع منهم 5000 جنيه، البنك بياخد فوائد على 10000 جنيه لحد لما اقفل الرقم كله. ريجاردلس مش على الخمسه اللي انا مش على الفاضل بياخد على المبلغ كله. لا، على الخمسه اللي دفعتهم. لا هو انت اشتريتي ايتم ب 1000 جنيه، اوكي، وتاني يوم سددتي 500 منهم، اوكي، هو بياخد فايد على ال1000. بس ما انا سددت 500. بس هو هيكسب منين؟ هو بيدور على اي طرق يكسب منها. المعلومه دي ممكن تختلف من بنك للتاني، لكن هو خلي بالك زي ما قلت لك، هو البنوك وشركات الكريدت كارد ما هماش منشآت. اوكي، عشان كده مش بيقفل، عشان كده الكريدت كارد ده مش بيخلص. الكريدت كارد هيقفل لو انت سددتي اللي عليكي في ميعاده. لا قصدي عشان كده انت لما بتدفع تفضل تدفع ال 500، هو مش بيقفل. لا، ما انت لسه عليكي، لو انت ساحبه 10 وقال لك الحد الادنى 500، انت لسه عليكي 9500 وهيفضل يحسب عليكي فوائد. اوكي، فبيفضل عليا 9500 فور ايفر لحد ما تسديهم. لا قصدي لو دي طريقه الدفع، يعني لو دي طريقه الدفع فانا كده عليا الفلوس دي فور ايفر. لو انا كل شهر هتدفعيهم 500. انت لو كل شهر بتدفعي 500 اللي هو الحد الادنى، انت كده بتودي نفسك في مكان مظلم جدا. طبعا. طب المفروض ادفع كام؟ المفروض تدفعي الرقم كله. طب ما هو انا المفروض ان انا جبت الكريدت كارد دي أيوة. عشان بقى اقعد براحتي. لا ده مش صح الكلام ده خالص. مش صح. لا خالص. هو اغلب الناس بتفكر كده، والشركات دي بتعتمد على الناس دي، يعني أيوة. الناس دول هم الفيول بتاع الانكم بتاع الشركات دي. اوكي، مش كده خالص. انت الكريدت كارد بيديكي بريفيليجز محدده المده، علشان مستنيكي تكسري المده دي فياخد منك كل اللي ممكن ياخده منك. انت الصح في الكريدت كارد ان انت بتدفعي بيه كل مصاريفك والتزاماتك، بس على حسب انت اصلا معاكي كام، مش الكريدت ليميت بتاعك كام. يعني لو انت الكريدت بتاعك 1,000,000، انت معكيش 1,000,000، انت معاكي اللي معاكي في حسابك في البنك في, أيوة. في الكرنت اكاونت معاكي 50,000 جنيه، انت هي دي ده النت وورث بتاعك. أيوة. الكريدت كارد بتاعك 1,000,000، في ناس بتحسب انا معايا 50,000 والكريدت كارد بتاعي الليميت بتاعه 1,000,000، انا معايا 1,050,000. ده غلط تماما. انت معاكي 50,000، فانت اصلا من اهم البيزكس اللي تستعملي بيها الكريدت كارد صح، انك تشوفي انت معاكي كام في البنك، وهدفع من الفلوس اللي معايا في البنك بس عن طريق الكريدت كارد. فالفلوس دي هتفضل زي ما هي، ال 50,000 دول هيفضلوا زي ما هم، بس انا محتاج اخد منهم 10,000 اخدهم من الكريدت كارد، عشان دي ليه مميزات تانية مهمه كتيره قوي. اوكي، هيعلي لي الكريدت سكور بتاعي، وهاخد بوينتس، وممكن اخد تخفيضات. حاجات كتير ليه مميزات كتيره جدا. انما هاجي في اخر الشهر وهروح واخد من ال 50,000 دول ال10 اللي انا دفعتهم بالكريدت كارد، هحولهم من الكرنت اكاونت بتاعي اسد الكريدت كارد. دي لازم يتسدوا مره واحده او مرتين او ثلاثه، المهم يتسدوا في مده الجريس بيريد اللي البنك بيديها، مش بالتقسيط المريح. لا ده هو بتاع التقسيط مريح، ده هو ده دول البنك هيحبك قوي. البنك هتلاقيه بيكلمك كل يوم تعالى اديكي ليميت زياده. البنك عمره ما هيكلمك يعلي لك الليميت لو يعني الا لو كان عايز يغريكي بانك يبقى عندك فرصه انك معاكي فلوس حاسه انها بتاعتك فتشتري بيها حاجات اكبر. هنزل اشتري عربيه بالكريدت كارد، هو البنك عايز ده لانه هيحسب عليكي فوائد وهياخد منك فلوس وهيكسب. انما اللي بيسد الكريدت كارد كل شهر في ميعاده ده البنك بيكرهه، او شركه الكريدت كارد ده بالنسبه لهم اسوأ عميل. هم مش عايزين ده، هم مش هيطلعوا يقولوا كده طبعا. أيوة. لكن هو ده بالنسبه لهم ده ماشي صح، احنا عايزين اللي ماشي غلط، لان هو ده اللي هيكسبنا. وللاسف مش عايز اقول اغلب، بس كتير قوي من الناس بتمشي غلط، بيعتبر ان الفلوس اللي في الكريدت كارد دي فلوسه، وانا عشان شاطر البنك قال لي خد الفلوس دي العب بيها. فده مش صح، ده بيبوظ الدنيا خالص. طيب فانا دلوقتي عندي كريدت كارد، المفروض خلاص هحاول ان انا اعمل اللي بتقول عليه، ان انا احاول على الاقل ان انا ادفع جزء اكبر من الحد الادنى عشان ابقى بسدها. لازم تدفعي كل الفلوس اللي عليكي. ايوه بس ما انا بقول عشان تعملي كده لازم اصلا ما تصرفيش غير الفلوس اللي معاكي من الاول. ايوه بس انا لما جايلك دلوقتي جايلك انا في القاعه خلاص اوريدي عندي كريدت كارد بايزين. كمان انا مديونه، دي قصه تانية بقى، دي ممكن مديونه لمامتي، مديونه لحد تاني، واحده صاحبتي، فبقى عندي
كريدت كارد ودينين مثلا كمان. اوكي ماشي، دي ليها بقى حل تاني. اطلع ازاي من الديون دي؟ صح. واحده واحده، لان انا اكيد عايزه اطلع واحده واحده. انا لو معايا سد كنت سديت. اوكي بصي، هو طريقه ان انا اطلع واحده واحده دي طريقه من 3 طرق علشان تطلعي من الدين. حلو. بالصدفه كده، فانت عندك ديون، عليكي فلوس لمامتك، وعليكي فلوس لواحد صاحبك، وعليكي 3 أو 4 كريدت كاردز مفتوحين كل واحد عليه فلوس. اوكي. في 3 طرق علشان تسددي الديون اللي عليكي، تمام؟ والثلاث طرق مش طرق سحريه ومش طرق سهله، ومش هو ده الحل السحري اللي فؤاد صدقي قال عليه فيلا هنسد كل الديون. الصبح هلاقي نفسي هم الثلاثه سديت. صعبين. اوكي. بس هيدولك استراتيجي منظمه علشان تحل بيها موضوع الدين. فهم 3 طرق. الاولويه لمين ولا مش لا، بالاولويه؟ كل واحد بيختار الطريقه المناسبه ليه، لانه في طرق ممكن تبقى مناسبه لحد ومش مناسبه للتاني. فانا هقول لك ال3 طرق وانتوا شوفوا كل واحد يشوف ايه الطريقه المناسبه ليه. اوكي. انا هقول الريكومنديشن بتاعي اكتر طريقه انا بحبها، بس هقول ال3 طرق. يعني واحده من الطرق المشهوره اللي هي طريقه ان انا هبتدي باكبر دين عليا كحجم. يعني انا عندي دين ب100,000 و2 كل واحد ب10,000 و3,000 في كريدت كاردز مختلفه مثلا. أوكي. فانا هبتدي باكبر دين فيهم، وده اللي هبتدي ان انا اسدده من حيث الفوائد. يعني اكبر دين عليا من حيث الفوائد، يعني الدين اللي ب100,000 ده بدفع عليه فوائد 20%. الدينين التانيين كل واحد بدفع 12% وواحد 15%. فانا هشوف ايه اكتر دين في ال3 عليه فوائد، وده اللي هبتدي ان انا اتخلص منه اول واحد. يعني هركز كل تركيزي في ان اي فلوس هتجيلي اغلب الفلوس دي هتسد الدين ده، وممكن اجزاء تانية من الفلوس اللي انا مخصصها لتسديد الدين تروح بنسب اقل للديون اللي الفوائد بتاعتها قليله. اوكي. ميزه الطريقه دي ان هي هتخليني اقلل من عليا عبء الفلوس المدفوعه في نهايه ان انا سديت الدين كلها، لانه كل ما كان الدين ده عليه رقم فايده كبير قوي، كل ما الفلوس اللي هتقعد تزيد عليا حتى وانا بسدد الدين عماله برضو انا بسد من حته وهي بتفتح من حته تانية. اوكي. الطريقه الثانيه اللي هي ان انا هسدد الديون الاصغر خالص كحجم فلوس، مش بصرف النظر عن الانترست اللي عليها. فانا عليا 3 4 ديون، هبتدي اركز مع الدين اقل واحد فيهم كرقم. عليا واحد ب100,000 وواحد ب10 وواحد ب15 وواحد ب3. هبتدي باللي ب3 خلاص، وابتدي اخدهم واحده واحده من الصغير للكبير. فده هيحسسني بالاتشيفمنت، هيديني قوه. ايوه لسه بحاول، ده هيريحني نفسيا واحس ان انا بنجز. مش هيبقى في دماغي انه ده انا لسه عليا ده وده وده وده، فاخلص من ده وخلاص اخش على بعضه، اخلص من ده واخش على بعضه. اوكي. ثالث طريقه اللي هي طريقه الكونسوليديشن، دي بالنسبه لي اكتر طريقه انا بحبها، بس هي مش شرط تبقى مناسبه للكل. يعني اي طريقه من ال3 اللي انا هقولهم ممكن تبقى مناسبه لحد ومش مناسبه للتاني. لكن طريقه الكونسوليديشن دي هي ان انا بشوف كل الديون اللي عليا كام واروح مجمعهم كلهم في حته واحده. فانا عليا دين ب100,000 وعليا دين ب10,000 ودين ب15,000 و2 أو 3 كل واحد ب3 أو 4,000. خلاص. انا رايح البنك واخد قرض وادفع الديون دي كلها مره واحده، واروح بس ما انا عملت دين جديد. انت عملتي دين جديد، بس دين في مكان واحد، والانترست بتاعه ممكن يبقى اقل من الكومباينيشن بتاعت الانترست بتاعت الديون دي كلها، وخلصتي من الهم بتاع ان انا في دماغي انا عليا ده وعليا ده وعليا ده. خلي بالك العامل النفسي في الفلوس مهم جدا. مهم جدا. يعني في ماده بندرسها اسمها behavioral finance دي كل الكلام بتاعها عن العوامل النفسيه اللي بتاثر على مصاريفي ودخلي وتصرفي مع الفلوس. فانا لما بيكون عليا ديون كتيره جدا 1 و2 و3 و4، احساسي النفسي بيكون ان انا متكتف، انا مش هعرف اخلص منهم. انما طريقه الكونسوليديشن دي ان انا بجمع الديون دي كلها في مكان واحد وبيبقى الفوكس كله على المكان ده، وممكن اعمل بيبقى السداد الدين ده على مده طويله، او اوصل لديل انه مع البنك طب قلل لي الانترست لو انا هدفع في المده الفلانيه، بس ابقى خلصت من هم كبير قوي بتاع ان ده بيجري ورايا وده بيطالبني وده عليا وده بيبعت لي مسج وده بيبعت لي ايميل وده هيقفلني مش عارف ايه. كل ده انا خلصت منه وعملت اعاده جدوله للديون دي كلها في مكان واحد، وهدفعه بالقسط اللي يناسبني ويبقى مريح بالنسبه لي، بس هو في مكان واحد. بس علشان اي طريقه من دول تنجح لازم وانا بعملها ما افتحش على نفسي ديون جديده. يعني ما يبقاش عندي 4 5 ديون في حتت مختلفه واروح رايح فاتح دين سادس وسابع واروح جايب كريدت كارد جديد اسدد بيه الاولاني واحط منه في الثاني. مش هتنفع. لازم التزم بان زي ما بيقولوا لازم التزم بان انا ما افتحش على نفسي ديون جديده، حتى لو انا هعيش في فتره قحط شويه او هقفل على نفسي شويه،
بس العامل النفسي بتاع الراحه النفسيه اللي انا هحس بيها بعد ما سدد الديون يستاهل ان انا اعمل كده. انا كنت هقول لك انه انا مثلا لو انا اللي عندي مشكله هحس ان انا عايزه اسد الدين اللي تعبني نفسيا، اللي ضاغط عليا، اللي فيه الشخص اللي بيبعت لي مسج: سهى انت تاخرتي، سهى انا محتاجه الفلوس، سهى انا عندي هدفع مصاريف الولاد، الفلوس اللي واخداها فين؟ انا بتهيالي ان ده هيكون بالنسبه لي انا هيكون يمكن ده اكتر دين دمه تقيل. صح، انا متفق معاكي في الحته دي، لانه برضه ده هيرجعنا للعامل النفسي، لان انا ممكن يكون عليا دين كبير وعليه فوائد كتيره، ولكن الدين ده لمؤسسه، المؤسسه دي مش هتقفل عشان الدين بتاعي، لكن في شخص ممكن اكون كنت مستلف منه فلوس وهو دلوقتي في زنقه، دلوقتي عنده ظرف. الشخص ده مهم أو بالنسبه حقه، لي، يعني ده حقه طبعا الوقت كلهم جه. حقوقهم يعني ده او غيره كلهم لا قصدي يعني خلاص انا كنت موعده مثلا صاحبتي انا هديكي اول الشهر فهي عامله حسابها، فانا لما بتاخر عليها برضو صعب عليها هي كمان. وبعدين هي كمان مش مؤسسه ومش بنك ومش شركه انفستمنت مثلا، فهي هتتاثر كمان. يعني البنك عمره ما هيتاثر بان انا متاخر في الدين، بالعكس هو هيقعد يرقم عليا مش تفكير غلط انه لو في دين، مش تفكير غلط، لكنه تفكير انساني. اوكي ما هوش تفكير فاينانس بحت، يعني فاينانس بحت مش هيبص للكلام ده، انما احنا كبني ادمين ده عامل مهم جدا. طبعا ده مهم جدا. اوكي في حاجه تانية غلطه اتعرضت لها بس انا ما كنتش عرفت بعدين انه اضطريت في يوم ان انا اسحب فلوس بالكريدت كارد، كاش من الكريدت كارد مش من الديبت كارد، لدرجه ترفع حواجبك. بس دي اوحش حاجه ممكن تعمليها بالكريدت كارد، اوحش من انك انت تشتري بيه السيرفيسز والسلع اللي انت بتشتريها بالكريدت كارد، اوحش بكتير من انك انت ما تسدديهاش في ميعادها ويتحسب عليكي فايد وكده. لا، اوحش من ده بكتير انك انت تسحبي كاش من المكنه بالكريدت كارد. بس ما هم مديني فلوس. لا، ما هم مدينك فلوس علشان يوقعوكي في الفخ، مش علشان بيحبوكي. طب فرقت ايه اني اسحبها فلوس او اني اروح ادخل السوبر ماركت ادفع بيها؟ اوكي، في فرق كبير قوي. التعامل مع الكريدت كارد على ان هو ديبت كارد او الكارت اللي انا بسحب بيه من الاي تي ام، ده من اكتر الحاجات اللي البنوك وشركات الكريدت كارد بتكسب منها، لان هو بيحسب عليكي فايده لحظيه. يعني انت مثلا استعملتي كريدت كارد صح في انك انت اشتريتي بيه موبايل مثلا. اوكي البنك بيقول لك انت اشتريتي الموبايل ده بالكريدت كارد بالليميت اللي انا مديهولك، وعندك 55 يوم تسددي لي الفلوس اللي انت سحبتيها، او انا ممكن اعمل لك انستولمنت بلان على 12 شهر وبدون فوائد، تدفعي بس الرقم ده كل شهر. that's اوكي. لكن لو انت خدتي الكريدت كارد وحطيتيه في مكنه الاي تي ام وسحبتي كاش، مش اشتريتي بيه حاجه، سحبتي كاش، خدتي فلوس في جيبك، مش بيقول لك ليكي 55 يوم ولا حتى 40 يوم ولا حتى شهر، من اللحظه اللي بتسحبي منها كاش بيبتدي يحسب عليكي فوائد كده هتدفعيها، والفوائد دي بتبقى رقم يعني عالي. من اللحظه، يعني انت سحبتي النهارده 10000 جنيه من الاي تي ام بالكريدت كارد، خلاص بكره هيحسب عليكي فايده 1%، 2%، 5% زي ما يكون، بعد بكره هيحسب عليكي تاني، كل يوم هيقعد يحسب عليكي فايده ببرسنتج معينه لحد لما ترجعي الفلوس دي في الكريدت كارد تاني. لما بتشتري بالكريدت كارد بفايدتها اليوميه دي، بفايدتها، والفايده دي بتبقى يوميه وتراكميه، ويعني تطبق فوق بعضها، بيبقى رقم فظيع. الكريدت كارد انترست، الفايده اللي انت بتدفعيها على تاخيرك في الكريدت كارد، هي تاني اعلى فايده في العالم بعد فوائد الستودنت لونز. والستودنت لونز دي مش حاجه مشهوره قوي في مصر او كده، بس في البلاد العربيه، في الويسترن كوميونتي، يعني في امريكا، في اوروبا او كده، هم دي اساس حاجاتهم. الطالب بياخد فلوس عشان يخش بيها الجامعه، وبيقعد ممكن يسدد الفلوس دي 10 و15 و20 سنه من شغله، بس عشان الانترست بتاعها عالي جدا. سحب الكاش من الكارت بتاع الكريدت كارد، الفوائد اللي بتتحط عليه والطريقه اللي بتتحسب بيها، هو تاني اعلى انترست في العالم بعد الانترست بتاع يعني دي غلطه عظيمه، دي غلطه كبيره جدا. وحاولي ده يبقى اخر، يعني انا مره او مرتين اخر علاقتي بالمكنه يعني انا غلطت، بدل ما احط الديبت كارد حطيت الكريدت كارد. انا يعني في اللحظه اللي خدت بالي منها من الغلطه دي، رحت داخل من البنك ورحت عامل التحويل على طول ومسدد الكريدت كارد، لانه غير ان هو بيحسب عليك فوائد عاليه، كمان بيقلل من لان الاي سكور بتاعك. بتعمل كده ومش عارفه، هي فاكره
يعني بتعمل ده العادي عشان فاكرين ان دي جزء من البنفيتس بتاع الكريدت كارد. يعني انا ممكن اشتري وممكن اسحب الفلوس، انا عايزه ادفع مثلا لا اي حاجه. وطريقه السحب الكاش دي ما بيطبقش عليها القاعده بتاعت عندك 55 يوم تسدي فيهم، وما فيهاش الحد الادنى الظريف اللي كنا بنتكلم عليه. لا ما انت هتشوفي الكريدت كارد ليميت بتاعك ايه، وهيقول لك انت تقدري تسحبي لحد كذا، فهتفرحي بالرقم ده ومش عارفه ان ده هيراكم عليكي فوائد وهيقلل لك الاي سكور بتاعك. لو احنا جايين بكميه ديون هنعمل حاجه من الطرق دي، حاجه من الثلاثه، نشوف ايه الانسب لينا ونقفل بقى كل ده ونكتفي بكريدت كارد واحد. خلي بالك طريقه الكونسوليديشن انا قلت لك انا كمان بحبها لان انت مش لازم تستلفي الفلوس دي من البنك، انت ممكن تستلفيها من حد صديق او كده، وهو مش هياخد منك فوائد مثلا زي البنك، او ممكن ياخد فوائد بس هياخد اقل، يعني دي حاجه ترجع لعلاقاتكم الشخصيه مع بعض. لكن بس دي علاقه توكسيك قوي لو هياخد مني فوائد. يعني دي هي بترجع للشخص بقى، بس يعني هو خلي بالك هو كشخص هيحسبها بطريقه ثانيه، ما انا هسحب لك الفلوس دي من البنك وانا باخد عليها فوائد، فانت كده هتخسرني. فهي بتختلف من شخص اعرف حد والله بيسلف من غير فوائد يبقى لا بيسلف بطريقه تانية، وكنت بشوفها انها طريقه ذكيه وفير. بيسلف دهب، بيسلف جرامات دهب. اوكي، يعني مثلا انا باجي لك اقول لك انا عايزه المبلغ ده، طب هنشوف، طب النهارده جرام بكذا، طيب دول ب 10 جرام، خدي 10 جرام. هو بيديك في ايدك دهب، مش بيديك فلوس، وبياخدهم دهب. طيب بس هو كده حاطط على نفسه ريسك لو سعر الذهب نزل. طبعا دي حاله نادره قوي في مصر، دي ما حصلتش. لا هي حصلت كتير، بس هي نادره قريب في كام سنه دي. لا يعني لا هي بتحصل على طول في كام سنه دي بتحصل، بس حتى لو نزل بس بتبقى حاجات بسيطه. لكن لو حصلت في نزله من نزلات الذهب الجامده او واجان، انا عارف ان دي حاجه نادره قوي في مصر. هو طبعا هي ملهاش دعوه خالص بمصر ولا بره، لان هو الذهب بسعر واحد، بس هو عشان الدولار والجنيه والقصه دي. فهو بياخد على نفسه ريسك بسيط، بس هو ريسك بسيط قوي لانه الدولار بينزل في مصر قليل قوي او ما بينزلش او بيطلع، فبيبقى ضمن لنفسه برضو فرق هي فكره ذكيه طبعا. وفي ناس بتسلف دولار فيقول لك okay. رجع لي دولار. ففي ناس حصل لها ازمه رهيبه في الوقت اللي كان فيه الدولار بره البنك ب 70 جنيه. فانت مثلا كنت مستلفه لما هو ب 30 بس انت لما رجعته ب 70. فدي مش فايده، ده كان يعني كان كارثي. ففي ناس مش بياخد فايده، بس بيعرف ازاي يعني واحنا يعني بيسيكلي نتمنى للناس كلها ان هم ما يضطروش يرجعوا لقصه ان هم. بس خلي بالك برضه عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي، مش كل الديون وحشه. يعني مش كل الديون ان انا يكون عليا فلوس لحد، احيانا دي بتبقى حاجه حلوه جدا، احيانا دي بتبقى حاجه هايله ان انت عليكي دين. يعني to give you an example، مش قادره تمنطقيها، مش قادره اشوفها حاجه حلوه. لا بصي، اغنى اغنياء العالم بتكلم على التوب 1% في العالم، مثلا وارن بافيت، ايلون ماسك، مارك زوكربيرج، الناس دي كلها عايشه على الديون. هو معاه فلوس قد كده، هي اي نعم اغلب الفلوس اللي معاه دي مش فلوس في حسابه في البنك، هي ستوكس في شركات وان سو اون، بس هو هيز وورث 100 مليار و200 مليار ان سو اون. اغلب الناس دي عايشه على الديون. الراجل ده لما بيجي يفتح شركه او لما بيجي هيشتري ارض عشان يبني مصنع او كله بيلمه بالديون، لان ده احسن له بكتير، لان ده اذكى له بكتير، لان هو مش هياخد من راس ماله. الشخص ده فناجح فبياخد فهيكسب. بس انت نفس الحكايه في الكريدت كارد. انت الكريدت كارد ده ديون عليكي. فعلى المستوى الشخصي بقى، انت لما بتدفعي بالكريدت كارد اللي هو انت بتاخدي دين من البنك، حتى ولو كانت مدته قصيره جدا، شهر او شهر ونص، الدين ده لو انت استعملتيه صح ده كويس جدا بالنسبه لك. انا عايش على الكريدت كارد وبطلع كميه مكاسب من الكريدت كارد لدرجه ان انا ممكن اطلع مكسب كاش من الكريدت كارد. فده بقى دين ممتاز بالنسبه لي. هديكي اكزامبل، ما تهنجيش مني، ما تهنجيش. بس انا مصاريفي الشهريه ولنقل كل شهر انا بصرف 20,000 خلاص. اوكي، لو انا كل شهر بصرف ال 20,000 دول بصرف النظر انا بصرفهم ازاي، هل بدفعهم بالديبت كارد ولا بالكريدت كارد ولا كاش ولا بكتب شيك، فانا بصرف 20,000 خلاص. فدي مصاريف اللي انا كده هصرفها. اوكي، لو انا صرفت المصاريف دي بالكريدت كارد، بصي كم الميزات اللي هاخدها. اولا
غير ان الكريدت كارد بيفوق زنقه او كده، انا بتكلم على ان انا مش مزنوق، انا معايا الفلوس بس هدفعها بالكريدت كارد. اوكي. كل الفلوس اللي انا هدفعها بالكريدت كارد هتتحول لي البوينتس خلاص، وهاجي لقصه البوينتس دي في الطريقه اللي انا بقول لك عليها. انا ممكن اطلع كاش من الكريدت كارد، لكن غير ان هو بيفك لي الزنقه وبيعلي لي الكريدت سكور بتاعي، وده مهم جدا لو حبيت اخد كارد او كده. والكريدت كارد شركات نفسها بتبقى متعاقده مع محلات كتير قوي بتاخد تخفيض. انت بتاخدي تخفيض لما تشتري بالكريدت كارد الفلاني. يعني مثلا تخشي على امازون عايزه اشتري الجهاز الفلاني، هيقول لك للكريدت كارد هولدرز بتوع بنك كذا وبنك كذا وبنك كذا ليكوا 10% ديسكاونت خلاص. فانت بتاخدي ديسكاونت، الديسكاونت ده بيترجم الفلوس. نرجع بقى لموضوع البوينتس اللي انت بتاخديها. غير ان انت البوينتس دي ممكن تحوليها لمشتريات، يعني انت عندك عدد معين من البوينتس، ده يجيب لك مايكرويف، ده يجيب لك كذا. ما هو الايتم اللي انت خدتيه ده كان ليه ثمن، انت خدتيه ببلاش ومن غير ما تشتري حاجه ازيد من اللي انت كنت في العاده هتشتريها. اوكي. نيجي لاخر نقطه الكاش بقى. لما بتشتري كل حاجه بالكريدت كارد، في بنوك كتيره جدا ان لم يكن كلها يقول لك عندك كاش باك 1%، 2%، 3%. فانت تخيلي ان انت كل شهر بتدفعي 20000 وليكي 1% في اخر الشهر، دول هيرجعوا لك كاش. اوكي. اضربي الرقم ده في 12 في السنه، فانت طلعتي كاش، فلوس مكسب بيتحول لك على حسابك في البنك كاش، لمجرد انك اشتريتي الحاجات اللي كنت كده كده هتشتريها بالكاش او بالديبت كارد او هتكتبي شيكات. لمجرد استخدامك للكريدت كارد فانت كسبتي فلوس. بس يبقى عبط جدا لو انا ابتديت علشان الميزه دي اشتري حاجات انا اصلا ما كنتش هشتريها. ايوه لسه كنت هقول هي دي. احنا بنفترض ان احنا بنكلم البني ادم العاقل يعني. ما نقعش هو العاقل ده كان لسه مستلف ومبهدل الدنيا. لا هو ممكن كان عنده اخطاء عشان ما كانش عارف، انما احنا النهارده بندي المعلومه واديك بقيت عارف. بس انت يعني عندك الحته بتاعت انه تؤمن انه الشخص اللي عنده 3-4 كريدت كارد اللي انت قلت عليه انه في حاجه غلط، انه هو ممكن لما يخلص كل ده ونقص الكريدت كاردز ويبقى زي الفل ما يرجعش يعمل كده تاني؟ لا ممكن، لانه خلي بالك برضو الشراء is kind of addictive. يعني في ناس عندها ادمان شوبينج، ادمان شراء، فهو ممكن يتعالج منه شويه ويرجع ينتكس. في ناس لما بتكتئب بيروح يعمل شوبينج. فهي ليها علاقه جانب بالحاله النفسيه. ففي ناس ممكن تبطل وما تعملش كده تاني وتتعود على النظام الصح، وفي ناس ممكن تبطل شويه ويرجع يعمل كده تاني. بس انا مش باباه يعمل بقى زي ما هو عايز يعني. انا بقول لك المعلومه وانت هيجي تاني صح يعني. او يبقى يجي لي بقى ككلاينت وانا اظبط له الحكايه دي ويدفع لي فلوس. بس بتشوف الناس دي كتير، هو ده قصدي، بتشوف الناس دي كتير يعني اجيلك وارجع اجيلك مثلا بعدها بسنتين وارجع اجيلك بعدها بشويه، ولا بتبقى الناس اتقرصت واتعلمت؟ انا بشوف ده احيانا بس مش بيتكرر كتير، خصوصا لما بنعمل فوكس عليه. يعني انا هديلك اكزامبل. مثلا في كلاينت كنت قاعد معاها من كذا سنه، من سنين كتير قوي، وانا دايما لما بقعد مع كلاينت بقعد اخش في كل التفاصيل الفاينانسز بتاعته، بشوف هو بيقبض كام وبيصرف كام وبيصرف ازاي وبيصرف في ايه وبيحوش ولا لا وبيعمل انفستمنت، وبصلح له الدنيا دي كلها. فهي جت قعدت معايا وقعدت بحسب لها الحسبه دي. وانا دايما لما بحسب الحسبه دي بحسب ثورلي، يعني بمنتهى الدقه، بحسب كل الاكسبنسز بتاعه الكلاينت. فبعد ما اقول له انت بتشرب قهوه بكام في الشهر، بتشتري جروسري من كارفور ولا من سبينيز، مصاريف عيال مدرستك كام، مدارس عيالك كام، انا عمري ما هاجي. انا بقعد اعمل القصه دي عمري ما هاجي. انا هعيط كتير قوي. يعني هعيط. هو ده انا كنت عايز اقوله لك. دي كانت صادمه بالنسبه للكلاينت دي، لان هي اكتشفت بند عندها عمرها ما ركزت فيه، ولما قعدنا حسبناها بالورقه والقلم لقيتها بتدفع الافات في البند ده من غير ما تاخد بالها. بند هدايا اصحاب ابني. عمرها ما كانت حسبتها. وقعدنا لا انا مش بحسبه، بس انا بنروح عيد ميلاد في الاسبوع بتبهدل فيه. ماشي، بس لو حسبتيه كمان هتتصدمي اكتر جنب البهدله. يعني عندنا اتليست مره او مرتين في الشهر. والبنات غير الهديه بكام؟ طب والاكسبنسز بتاعت العيد الميلاد ومش عارف، ونجمع كل ده. قلت لي ايه ده؟ هو انا جايبه هدايا لاصحاب ابني بكذا الف دول في السنه؟ ففي صدمات كتير قوي بتطلع في القعده دي. انا مره عملتها، جبتهم قعدتهم انتوا متخيلين احنا كان ممكن انتوا تجيبوا، يعني كان ممكن انا اجيب لكم مثلا بلاي ستيشن، كان ممكن نجيب مش عارفه ايه جديد، كان ممكن حاجات مبالغ كبيره، بس هدايا صحاب.
يعني بس الكلاينت اللي بقولك عليها دي اخدت بالها من النقطه دي وابتدت تركز معاها وقللتها جامد. في بس ناس أنت بتاخد بالها هتقللها إزاي؟ وبيكمل يعني. لا يعني هنشوف هتعمل مثلا إيه؟ هنليمت عيد الميلاد ل3 في الشهر مش 4 مثلا. دي لوحدها انت كده قللتي اديتي نفسك ديسكاونت 25%. ده لو بنات. معرفش بقى بنات ولاد. لا البنات غير الولاد. البنت البنات she has to الحته be دي اهم in. عندهم. يعني ما ينفعش يعني مش عارف برستيجها ما دي يسمحش. دي بقى كل ام مع بنتها تشوف هتمشيها ازاي. بس خلي بالك كون ان انت تبقي مدركه ان في البند ده بيدفع له كذا احسن بكتير قوي من ان بيكون بيدفع فيه وانا مش واخد بالي. لان ده رجعنا لاول سؤال خالص بتاع فلوسي راحت فين. ايوه انا في شهر فعلا الدنيا باظت، فكان عندي 3 اعياد ميلاد مينيمم بير ويك لكل واحده فيهم. فالاسبوع في 6. دي بادجت، ده ربع المرتب طار في العيد ميلاد. ده كل تلت. فالشهر ده فعلا انا مش عارفه ايه اللي حصل، ما كنتش مدركه خالص ان دي الهدايا. يعني او مش مدركه بجد، مش مدركه ان دي الهدايا. ما هي دي انت بتصرفي في حاجات عشوائيه صغيره ومن غير ما تاخدي بالك في الاخر بتجمع. دي اللي بتوقعنا في الكارثه بتاعت انا مش عارف الفلوس راحت فين. طب بمناسبه ان انا جبتهم وقعدتهم عشان هم ساعتها شافوا ان ده حاجه ظلم جدا ليهم. اوكي. هل الميزانيه والديون والحاجات دي المفروض ان يبقى فيه اجتماع عائلي نقعد على السفرة كلنا ونبقى كل واحد عارف مثلا احنا صرفنا قد ايه وعملنا قد ايه؟ عشان التربية الحديثة بتقول انه ان احنا المفروض نحافظ على احنا حافظنا على مشاعرهم زيادة عن اللزوم. فاحنا المفروض نحافظ على مشاعرهم وان احنا ما نقول لهمش وما ندخلهمش في مشاكلنا عشان دي مشاكلنا احنا. اوكي بصي انا هقول لك حاجة، هقول لك رأيي في الموضوع ده بس ديسكليمر كده الاول، انا مش خبير تربية فده مش مجالي. لكن انا هقول لك لا ثقافه ماليه، هقول لك من ناحيه الفاينانس وهقول لك من ناحيه ان انا اب وعندي اولاد. بس انا ده مش درسه. اوكي. لكن هقول من خبرتي الشخصيه ومن الجزء بتاع الفاينانس اللي انا درسه. اوكي. بصي انا كان في سلسله فيديوهات كده عملتها على الشانل عندي بتاعه الغني والفقير. ايوه انا فرجت البنات عليها. أوكي. من احلى الفيديوهات، وانا بجد بقول لكل الناس الفيديوهات دي مهمه جدا جدا جدا. حتى انا ما اضطريتش ان انا اقعد اشرح لهم، الفيديوهات دي رائعه. اي هوب انها تكون وصلت للسن ده كمان. وقعدوا يتفرجوا عليها وانا كويس. حتى كنت مصدومه ازاي هم يعني كملوا الفيديو للاخر كده وقعدوا عاقلين وسمعوه. كويس. فهم 4 أو 5 فيديوهات في السلسله بتاعت الغني والفقير دي. واحده منهم، حلقه منهم كنت بتكلم عن ايه الحاجات اللي الفقراء بيعملوها والاغنياء ما بيعملوهاش. وبرده ديسكليمر تاني، فقراء هنا بمعنى فقراء في الفكر او فقراء. أيوة. في الفاينانشال اويرنس، الثقافه الماليه دي. بالتالي احتمال اكبر ان هم يكونوا فقراء في الحياه الماليه كمان يعني. ايوه. لكن من الفروق الاساسيه انه الاطفال الصغيرين في العائلات الفقيره هتلاقي اهلهم بيتجنبوا ان هم يتكلموا عن الفلوس unless لو بيذموا في الفلوس او بيذموا في الحاجه اللي ليها علاقه بالفلوس. هو انا هجيب لكم منين؟ هو انا شغال في بنك؟ هو انا عندي شجره بتطلع فلوس؟ فكل الكلام اللي يسمعوه لما كان ابنه مثلا يقول له انا عايز فلوس، يقول له الفلوس مع التيوس. طب ما مثلا كل الكلام اللي يسمعوه طب انا عايزه ابقى تيس عادي. بيبقى جاي من حته نيجاتيف. خلاص. الاغنياء عندهم العكس، الاغنياء بيتكلموا من حته بوزيتيف او من حته اديوكيشنال. أيوة. انه يقعد مع ابنه ويفهمه يعني ايه فلوس، حتى لو احنا في مشكله، حتى ان سمبل تيرمز يعني. أيوة. بطريقه بسيطه ان الطفل الصغير يقدر يفهمها. انا شخصيا عملت كده مع ابني. يعني ابني اول لما ابتدى ياخد مصروف قعدت معاه وبالورقه والقلم زي ما انت قلتي بمنتهى البساطه. يعني ما عقدتلوش الدنيا وما قعدتش اقول له انا في كتاب كذا قريت كذا والرقم كذا على كذا، مش كده خالص. قلت له بص انت هتقبض الرقم الفلاني، عايز الجزء منه ده تحوشه اللي عايز تشتري حاجه in the future، لاحتياطي، لعندك خروجه حلوه and so on. وجزء تاني الجزء ده ضرايب. قال لي يعني ايه ضرايب؟ قلت له ضرايب يعني لو ما عملتش اللي عليك في الهاوس هولد بتاعنا، سبت النور والع، سبت الميه مفتوحه، كسرت حاجه وقلنا لك خلي بالك ما تعمل، في جزء كده ده هتدفعه بس لو ما خدتش بالك من الحاجات دي، عشان برضو يعلمه ان هو يشارك في البيت من وهو صغير. يعني ويبقى عنده يبقى مدرك انه الحاجات دي مش ببلاش. أيوة. يبقى بالظبط يبقى مدرك لقيمه الحاجه. فقلت له ده جزء ضرايب، عملت اللي عليك بقت فلوسك، ما عملتش اللي عليك انا هاخد من الجزء ده هتدفع بيه معانا في فاتوره الكهرباء والميه عشان انت
نسيت التكييف ولا في اوضتك مثلا. وجزء تاني ده بتاعك اللي هو الجزء الاغلب من مصروفك، لان هو صغير بقى اغلب مصروفه عايز ينبسط بيه وده حقه والمفروض انه يعمل كده. طبعا. قلت له الجزء ده بتاعك، اصرفه زي ما انت عايز، بس مش في حاجه غلط مثلا، اصرفه قسمه، قول انا الاسبوع الاولاني هصرف منه كذا، الاسبوع الثاني كذا. فقعدت معاه عملت له ميني بادجت صغيره، هم 4 ايتمز يخلي باله منهم ويركز معاهم and that's it. فده بس بيحط جواه البذره بتاعت انا لازم ابتدي ادرك اني I have to have money management حتى أيوة. على سكيل صغير قوي، لان هم الاطفال في السن ده ما يعرفوش الفلوس بتيجي ازاي، هو بياخد مصروفه وبيصرفه. هو ما عشان كده انت قعدت معاه في مصروفه هو بس مش في مصروف البيت صح؟ لا مش في مصروف البيت، بس السيره بتيجي انه أوكي. خلي بالكم يا جماعه الايتم ده بكذا، خلي بالكم احنا الشهر ده هنمسك في الحته دي علشان ضربت مننا في الحته دي او احنا مسافرين فاحنا المفروض هنمسك شويه علشان السفريه دي نقدر نصرف فيها براحتنا ننبسط فيها. فدايما بيبقى بس هم حرام يعني ولادي عايشين مع فاينانشال ادفايزر فدايما بيسمعوا الكلام ده كتير بس دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه in terms of awareness. دلوقتي يمكن تبقى مزعجه بالنسبه لهم، بس بعدين اوعدك هيطلعوا يقولوا احنا عندنا ثقافه ماليه. لان انا مثلا من الحاجات اللي فعلا عانيت منها ان انا ما عنديش ثقافه ماليه. اهلي كرمه جدا جمال جدا، ما شفتش ده. يمكن جدي اللي كان يعمل شويه موضوع الاظرف ويعمل، لكن بابايا ومامتي ما كانوش كده، فاحنا طلعنا بالتالي مش كده. صح. انا يعني عايز اقول لك ان دي مش غلطتك، دي بغلطه الثقافه العامه او المناهج التعليميه. يعني احنا ما عندناش في المدرسه ماده الفلوس او ماده الاموال، ما فيش الكلام ده. على الاقل يكون في حاجه بتشرح البيزكس، يعني في حاجه اسمها ماده اقتصاد منزلي مثلا، انا ما عدتش عليها او كانوا البنات بس بياخدوها. او حاجه يمكن تبقى بتخبط من بعيد، ما اعرفش، بس يعني ما فيش حاجه بتعلم الناس يعني ايه بانك اكاونت، ويعني ايه سيفينجز اكاونت، ويعني ايه ضرايب، ويعني ايه بادجيتنج، ويعني ايه ان انت صغير ممكن تبقى انفستر. ممكن طبعا، يعني وانت صغير طبعا. يعني احنا ما عندناش ده ليه في المدارس؟ معرفش. انا بتمنى انه مع التطوير اللي احنا فيه ده علشان الولاد دي ما يبقوش مستهلكين بس. عشان هم حاليا مستهلكين جدا، لان الدنيا مليانه حاجات مغريات. صحيح. ما هم قاعدين، هم دول بقى الايزي شوبينج، دول اكتر ناس بيشتروا اونلاين، كل حاجه اونلاين. صح. لا يا مامي انا جبتها اونلاين. هي اونلاين تبقى ببلاش يعني دافعين فيها فلوس، دي مش هديه. فهو طول الوقت اسهل حاجه عندهم الشراء. صح. لازم يتعلموا قيمه الفلوس، قيمه الحاجات، يتعلموا هم كمان يحوشوا ازاي، يستثمروا ازاي. فانا مثلا لما بقول لبنات لما اتفرجنا على الفيديوهات فراحوا جابوا مش بس احنا ما عندناش فلوس كتير، بالفلوس القليل هاتي حاجه فضه، مش لازم تجيبي ذهب، هو لازم ذهب، لا هاتي فضه. اصله الكونسيبت بتاع كتير وقليل ده مختلف على حسب الشخص. ايوه يعني هو الكتير بالنسبه لك قليل لواحد تاني والقليل بالنسبه له كتير جدا بالنسبه لك and so on. فهي ممكن نحول كل الحاجات لبرسنتجز. فعشان كده احنا لما بنقول مثلا انت عايز تحوش، فانت تبتدي بانك تحوش 10%، مش قادر ابتدي يا سيدي ب5، اوبتيمملي توصل انك انت بتحوش 20% من دخلك مثلا. ففي واحد دخله 1000، واحد دخله 5000، واحد دخله 100,000، وواحد دخله نص مليون. أوكي. بس هي برسنتج واحده to give you the guideline، تدي لك الطريق اللي تمشي عليه كده، انك تبتدي تحوش بكام لحد ما تتعود على ده. وانس انك انت اتعودت على ده، تاني بقى الطبيعه الثانيه جواك ان انا 10% من دخلي، 15% من دخلي دول كل شهر انا بحوشه. اوكي. and so on. فبقت في دماغي خلاص ان انا مش هشيل حمل ان انا هحوش 15% من دخلي، لان دي حاجه انا بعملها كل شهر. فانا اوتوماتيكلي بقى في راسي انا دخلي مش 10,000، انا دخلي 8,500. أيوة. انا بحوش 15%. فبقيت هو ده الديفولت. فبالتالي برضو ده بيدي نتيجه تانية في انه انا بأقلم حياتي على ان انا هعيش بال 8,500 دول، مش بال10. أيوة. في 1,500 خلاص هحوشوا منهم. فانا اللي كنت بدفع فيه 10 هدفع فيه 8. ايوه. هبتدي اقلم حياتي على كده. اوكي. طيب موضوع تاني بقى كمان مهم، عشان دلوقتي الناس كلها ستارت اب، ناس عايزه تشتغل وتفتح بيزنس وتعمل مش عارفه ايه. ففي مدرستين، حد يقول لك لا انت علشان تفتح بيزنس لازم تسيب شغلك خالص وافتح بيزنس. ما ينفعش صاحب بالين كداب، وما ينفعش تبقى بتعمل ده وبتعمل ده.
وفي ناس تقول لك لا انا ما اقدرش، انا لازم افضل في شغلي وحبدا بالبزنس واحده واحده. اني صح؟ انا ما اعرفش اني صح، ومفيش حد على كوكب الارض يعرف اني صح. حتى لو حد تطوع بالاجابه وقال لك دي اللي صح ودي اللي غلط، انا رايي ده بيقول اي كلام، لان هي هتختلف من شخص للتاني. دي في ناس عملوها ونجحوا، وفي ناس عملوها وفشلوا، ودي في ناس عملوها ونجحوا وفي ناس عملوها وفشلوا. أيوة. فما اقدرش، مفيش كتاب مكتوب فيه الصح انك تسيب شغلك وتعمل بيزنس. أيوة. مفيش كتاب بيقول كده، ومفيش كتاب بيقول الصح انك انت تمشي ده مفيش كتاب بيقول كده. مفيش يعني ممكن حد يفتي من عنده ويكتب ورقتين كده ويقول هو ده الصح، يعني مفيش اي برسنتج دي احسن او دي احسن. هي بتختلف من شخص للتاني على حسب كذا حاجه، على حسب ظروفه واهدافه وامكانياته ومصاريفه والتزاماته وحالته الاسريه. في مليون شيء بيحدد انت المناسب ليك، انك فعلا لازم تستقر في شغلانه ويبقى ليك دخل ثابت، وجنبها تبتدي تعمل الستارت اب بتاعك حتى لو هياخد وقت اكتر، بس على الاقل انت عندك الدخل المضمون عشان تامن بيتك وعيالك ومراتك ومدارسهم لان خلي بالك فرصه نجاح الستارت اب اقل من 1/10%. يعني يا نهاري النظريه بتقول ان 9 من كل نيو بيزنسز بيفشلوا في اول سنه. الواحد اللي بيفضل ده لو قسمناه لبرسنتج من 100، ف90% من ال1% دول هيقفلوا في خلال 3 سنين. اوكي خلاص. فانت انت بتشوفي ده انا كل لسه العالم قايم على البيزنس. ده لو عمل القاعده الاولانيه ان هو معاه 6 شهور ما اول ما يعني مظبط نفسه يقدر يعمل ده، بس لو دي النسبه قليله جدا كمان ما ينفعوش. قليله واللي محدش بيشوفها. ومحدش بيشوفها ليه؟ لان انت طول ما انت ماشيه في الشارع شايفه بيزنسز اغلبهم ناجح لانه موجود. ايوه شايفه محل لبس، شايفه محل تكنولوجي، شايفه محل اكسسوارات، شايفه والسوشيال ميديا مطلعه لك دايما بتبوش لده جامد جدا ان كل الناس لازم، انت كلنا لازم نفتح حاجه اي حاجه. بس قصاد دول انت ما بتشوفيش الملايين التانيين اللي فشلوا لانك ما بتشوفيهمش. ايوه لان هم بيبتدوا ويفشلوا ويختفوا وانت مش عارفه. فقصاد كل بيزنس ناجح بيكونوا خسروا كل حاجه، يعني بيكون خسر كل حاجه في حياته. ده مش معناه ان يا جماعه ما تعملوش كده، بالعكس انا اكتر المتحمسين للبرايفت بيزنس او للستارت ابس. بس عايز دراسه كويسه جدا، وعايز حد يقدر ياخد الريسك، وعايز حد يكون عنده وعايز دراسه ماليه كويس للبزنس ولحياته. صح طبعا للاثنين يعني مش بس للبزنس. لا يعني ما هو خلي بالك اصل ده بيساعد ده فلازم. ايوه قصدي يعني لو انا مش مأمنه نفسي، ما هو انا ممكن البيزنس بتاعي كان هينجح لو انا كنت مأمن نفسي. وناخدها in simplest terms، يعني انا عايز اركز في البيزنس بتاعي ومراتي عماله تتخانق معايا علشان ما فيش اكل في الثلاجه، فانا هسيب البيزنس بتاعي واروح يتخانق معاها يحاول اجيب اكل في الثلاجه، فالبيزنس بتاعي باظ بسبب ان انا سيبته. بينما لو كنت مأمن ده in very simple terms، يعني اكل في الثلاجه، لو كنت مأمن ده اللي هو مأمن حياتي ما كانش على كل الليفلز كان ممكن ده يكمل، هركز في ده اكتر وهعرف انجحه اكتر and so on. اوكي بس فكره ان انا اسيب وابقى 100% ديديكيت لده ولا ابقى 50% ديديكيت لده ومكمل في ده، دي مختلفه تماما من شخص للتاني على حسب كل واحد. يعني انا محتاجه فاينانشال ادفايزر مظبوط يظبط لي كل ده قبل ما اخد الخطوه دي، سواء دي او دي. يعني سواء محتاجه فاينانشال ادفايزر هتروحي بروفيشنال باث فيقول لك الخبرات ويقول لك اللي مكتوب في الكتب ويقول لك الصح والمتعارف عليه يعني كده، يا اما انت تذاكري لنفسك ده وتاخدي الريسك او تقضي وقت في مذاكره يعني ايوه يا اما انت هتاخدي بالك من صحتك، يا اما هتروحي للدكتور ياخد لك بالك منها. ف اتس بيرسونال بريفرنس يعني. لكن طبعا في الحاجات الكومبليكيتد وفي امور الفاينانس وكده الاحسن انك تسالي او تستشيري حد يكون عارف، لانه انت برضو حتى على مستوى الطبي انت لو عيتي مش هتكتبي لنفسك الدواء، انت لازم هتروحي الدكتور. ايوه ما هو بالظبط يعني عشان تبتدي مظبوط انت عايز حد يظبط لك الدنيا قوي في الاول علشان تقدر لان تقف هو على هيبقى واخد باله من الحاجات اللي انت مش هتبقي واخده بالك منها بما ان ده مش المجال بتاعك، بس ممكن تبقى قصدك كل البيزنس بتاعك ليتر اون عشان ما حدش قالك عليها من الاول. اوكي مش بس في اي ستارت اب، في ستارت اب وفي حياتك الماليه عموما في اي حاجه. أيوة. يعني اي حاجه، يعني ادي العيش لخبازه. ايوه صح مظبوط، بالذات ان احنا ما عندناش ثقافه ماليه. بالظبط، لان احنا ما درسناش الكلام ده ومش في الدي تو داي ورك بتاعنا، فبنهتم بيه جانبيا، مع ان الفلوس دي يعني شئنا ما ابينا من اهم الحاجات في حياتنا. ايوه اهم حاجه باي فار. وليه نقبه
يعني مش نقبض يعني ما نوافقش. بس يعني هو في ناس اصل في ناس كتيره بتاخد في ناس الهاي واي بتاع إن الفلوس بالنسبه لي مش مهمه ولا ليه يعني مش مهمه؟ ماشي ممكن تبقى مش مهمه بس ازاي مش مهمه؟ في ناس مترفعه عن بس يعني اصل خلي بالك 9 من كل 10 من اللي بيقولوا كده هو بس كلام. ايوه طبعا هو بس كلام يعني اللي بالنسبه له الفلوس مش مهمه ده تلاقيه عايش في الصحراء ولوحده او بيصطاد من البحيره اللي هو ساكن قدامها وبيشوي السمك وينام بالليل وخلاص حتى لو محتاج. ودول كام في المية من ايوه وستيل مفيش 99% من الناس للاسف. ومش عيب انك تبقى ومش عيب ان احنا كمان زي ما قلت الثقافه بتقول عيب تتكلم في الفلوس وعيب تطلب ليه فلوس. عيب؟ هو احنا بنتكلم حاجه قله ادب بالظبط. ليه دي اعراف اجتماعيه كده ملهاش اي محل اعراب في الواقع يعني. طيب دلوقتي احنا بقى خلصنا كل الديون الحمد لله وطلعنا وقطعنا كريدت كاردز وعايزين نبتدي نinvest نبقى نستثمر بورصة ذهب. البورصة أنا تجربتي معاها مش أليمة قوي في الأول لأنه يعني مش عايزة أقول اتضحك عليا بس مش عارفة حاجة خالص والناس وإحنا عندنا كمان الأفلام بتاعت زمان إن البورصة دايما دول الناس اللي بيموتوا قلبهم قلبي أو بيتجنن يعني كل فلوسه كل يا إما بيتجنن يا إما بيموت. فكنت خايفة قوي وبعدين رحت قعدوا أقنعوني كده بسهم مش هينفع أقول بقى اسمه. سهم كئيب حزين يا حبيبي قعدت جنبه وبعته بخسارة كمان بس قررت ان انا اذاكر وقررت اني اسمع كتير وقررت ان انا اذاكر كتير قوي. بعدين المذاكرة فرقت. فانت بتنصح بايه في البورصة؟ لان انا شايفاها مجال حلو جدا بس لازم يكون عندك حد عنده امانة. بس انا هقول لك رايي في البورصه او في الاستثمار في الاسهم يعني في الستوك ماركت. بس قبل ما اقول لك كده هقول على قاعده ذهبيه عندي في الحياه وقلتها مليون مره في الفيديوهات بتاعتي بس ما بزهقش من ان انا اقولها كل مره علشان اللي ما سمعش قبل كده I have to make sure ان هو يسمعها. مفيش حاجه اسمها ايه هو احسن استثمار. السؤال ده غلط. السؤال نفسه غلط. مفيش حاجه اسمها ايه احسن استثمار. كل الناس بتقول لي ايه احسن استثمار استثمر في ايه. مفيش حاجه اسمها كده لان لو كان في حاجه اسمها هو ده احسن استثمار كانت كل الناس عملته او كانت كل الحكومات عملته. خلاص احنا استقرينا على ان الاستثمار العقاري هو ده احسن استثمار. احنا مش هنشتغل في حاجه غير كده. او الاستثمار في الذهب هو احسن استثمار يبقى احنا هنليكويديت كل حاجه واشتري ده. بس مفيش حاجه اسمها كده. بس السؤال ده جاي من ان احنا مش عارفين. طبعا الى حد كبير. فاهم قصدي؟ مظبوط. بس يعني لان في ناس بتجاوب على السؤال ده باستثمار معين. يعني في حد بيسال حد بيشتغل في مجال الفاينانس او الايكونومكس او كده بيقول له ايه هو احسن استثمار بيقول له احسن استثمار هو الذهب او احسن استثمار هو العقار. ايوه هو الابن البار. دلوقتي طالعين العقار هو احلى حاجه. مفيش حاجه اسمها احسن حاجه. مفيش حاجه اسمها احسن حاجه. في الاستثمار المناسب ليك ولظروفك ولاهدافك ولامكانياتك. تمام. وللمده اللي فاضلالك. يعني في استثمارات سريعه وفي استثمارات علشان تنجح محتاجه سنين. فما فيش حاجه اسمها بص انا استثمرت في الذهب وبقول لك هو ده وانت ما فيش حاجه اسمها كده. بالعكس انا بشوف الذهب ابطأ حاجه. انا يعني انا ما بحبش اقول كده لان الناس بتحب الذهب قوي بالذات المصريين. وانا لما بتكلم لا والفتره الاخيره الدنيا بقت وطبعا الذهب از اول تايم هاي دلوقتي وداخل على $5000 والكلام ده كله. بس المصريين بالنسبه لهم العقار والذهب هم دول هو ده الاستثمار which is not true او يعني كويس بس بطيء لظروف مصر لا وعايز نفس صح ولا انا بتهيألي يعني عايز وقت. عايز نفس. بصي انا ما اعرفش استثمار سريع. مفيش حاجه بسرعه. مفيش ولا حاجه بسرعه الا لو كان يعني مش بكره الصبح بس مثلا كمان 2-3 لا يعني برضو مش هتدينا حاجه. لا في بس اكستريم هاي ريسك. يعني مثلا استثمار من الاستثمارات السريعه قوي واللي لو نجح يبقى مربح قوي اكتر من اي بورصه واكتر من اي عقار اكتر من اي حاجه الفوركس مثلا. بس ده اكستريم هاي ريسك. يعني هخسر كل حاجه. هتخسري كل حاجه وبنسبه من 80 ل 90% هتخسري كل حاجه.
مش بنسبه 50%، 50 ولا 60-40. ملهاش مواسم يعني حتى أكسب فيها. البلاتفورمز اللي بتقدم السيرفيس بتاعه الفوركس المحترم منها بيقول كده. اول حاجه بيقول انت if you will invest in forex. ايه هو الفوركس وتفاصيله كده، لان اغلب الناس مش عارفاه طبعا. هو اتس بيت كومبليكيتد وممكن نبقى نقعد نشرحه، لكن هو طريقه من طرق الاستثمار اونلاين. المكسب بتاعها بيكون كبير جدا لو نجحت، بس الخساره بتاعتها بتكون غالبا هتخسر كل حاجه او نص فلوسك او حتى ربع فلوسك وفي ثواني، لان هو سريع جدا. وبتكسب في قد ايه؟ في ثواني برضو؟ يعني لا يعني على حسب انت اني نوع من انواع الانفسترز في النوع ده. لان في ناس بتلعب لعبه الفوركس دي بس على شهور. فمش لازم يكون في ثواني. لكن اغلب الناس اللي بتدخل وتطلع تخش وتطلع بسرعه جدا علشان المكسب السريع. بس اي بلاتفورم محترم زي ما بقول لك كده وانت لسه هتبتدي النوع ده من الاستثمار بيقول لك خلي بالك الاستثمار ده ريسكي جدا، وفرصه انك انت تخسر كل فلوسك هي من 80 ل 90%. فمن كل 10 هيدخلوا 9 هيخسروا كل فلوسهم من الاول. هو البلاتفورم اللي بيقول تعالوا اعملوا الانفستمنت ده عندي هو اللي بيقول كده 9 منكم يا 10 اللي داخلين عندي هتخسروا فلوسكم كلها. ومع ذلك هو طريقه تمتن جدا ومغريه جدا لانه سريع جدا، ولو كسبتي منه بتكسبي جامد جدا. ف يعني البوتtom لاين اي مكسب سريع شبه مستحيل مع انعدام الخطوره. عايزه تعملي مكسب سريع هتاخدي ريسك عالي جدا زي القمار. ما انت ممكن تروحي في البلاد اللي فيها كازينوز وتخشي تلعبي قمار، بس احتمال انك انت تكسبي قليل جدا. لو كسبتي هتكسبي جامد قوي، بس غالبا مش هتكسبي. ايوه بس انت لما تدخل القمار ما بيبقاش عندك ان انا بستثمر، لكن دي حاله مختلفه ان انا داخله استثمر فاخسر كل حاجه بسرعه. بس طريقه الاستثمار نفسها هي it's kind of gambling، نوع من انواع بس. أيوة ومع ذلك علشان نبقى منصفين هي ليها مذاكره وليها كتب وليها دراسات وليها استراتيجيز وليها يعني هي بتدرس، مش كله داخل يهزر وخلاص. لكن 90% من الناس اللي داخله تلعب فوركس الاماتشرز او اللي مش دارسين او مش مذاكرين بيخشوا عشان المكسب السريع وبيخسروا. خلي بالك انا لعبت فوركس كتير ولسه بلعب، بس بلعب بالفلوس اللي هي الفلوس اللي انا ممكن احطها في ريسك. مش بلعب برأس مالي في الفوركس. ايوه ما تجيش اخد كل الفلوس واحطها خالص. وبعدين انا ابتديت فوركس من 2010 2011، يعني بقالي 15 16 سنه ولسه ما اعرفش كل حاجه. وقريت كميه كتب كتيره جدا في الفوركس، وسمعت بودكاست كتيره جدا عن الفوركس، وحضرت تريننجز كتيره جدا للفوركس. ومع ذلك هو عالم كبير جدا، لكن في ناس بتعمله صح وليه استراتيجيات وليه انك تقري الشارتس وليه انك تعرفي فاندمنتالز كتيره جدا هتساعدك في النوع ده. يعني وهم دول ال10% اللي بيكسبوا اللي بيذاكروا صح. فهو مش لان في ناس كتير للاسف بس ما هي البورصه نفس يعني. القصه، عايزه مذاكره وعايزه. البورصه الريسك بتاعها اقل بكتير قوي من الريسك بتاع الفوركس، لان البورصه ككونسبت هي نفس الفكره. انت بتبيعي او بتشتري اسهم على امل ان سعرهم يروح في الاتجاه اللي انت داخله عليه. لكن انت في البورصه العمليات بتبقى ابطأ بكتير. أيوة. يعني لو بنتكلم في انك انت هتخشي تشتري سهم وهتستني عليه اسبوع شهر، في ناس وانا منهم بنستنى سنين على السهم. فكل ما المده طالت كل ما الريسك قل. بس الفوركس بنسبه 90% اعتماده الاساسي على السرعه، بيع واشتري بسرعه. طبعا في ناس بتقعد في الفوركس ايام واسابيع برضو، ولكن الاغلب الاعظم يعني بيبقى عمليات بيع وشراء سريعه. بتقول للناس ايه الاسهم اللي بتشتري فيها ولا؟ انا ما خالص، انا دي مش لعبتي خالص نهائي، مع اني انا يعني عارف الستوكس اللي انا بشتريها وكده. طب ليه؟ I can never give any recommendation. ما اقدرش ادي اي recommendation. مش recommendation بس نصيحه للناس اللي بتبتدي. النصيحه هتكون عامه شويه، يعني هو عمري ما هتسمعيني بقول لك اشتري السهم الفلاني مع اني اقدر اعمل كده. بس اولا مش هاخد الريسك ده. ثانيا بطل العالم في البورصه ما يقدرش يعرف اذا كان كلامه ده صح ويجزم بيه بنسبه 100% ولا لا. مش لازم يبقى صح، بس يعني الحد مثلا بيبتدي، عشان دي الحاجه اللي انا عانيت منها. انا ممكن اديكي نصيحه في ده، ما لقيتش يعني حد يقول لي مثلا اعملي، فبالتالي الدنيا كانت عك في الاول. انا هقول لك نصيحتين في تشتري ايه في البورصه. يا ريت. اول حاجه لما تشتري ما تشتريش سهم واحد بس. اشتري مجموعه من الاسهم في قطاعات مختلفه. يعني هشتري سهم في الادويه، سهم في البروبرتيز او الريل استيت، سهم
في التكنولوجي، ساهم في الاي تي، وهكذا. اشتري مجموعه من الستوكس، ده رقم 1. رقم 2 اشتريهم على المدد الكبيره، يعني ما تشتريش السهم وتقولي انا هبيعه بكره لما يزيد او الاسبوع الجاي، لا استني 6 شهور، سنه، سنتين، 5. انا نادرا ما ببيع سهم، يعني عندي اسهم مشتريها من عشرات السنين ولسه عندي زي ما هم، ما بعتش. اوكي. ده نوع الانفستمنت اللي هو ده نوع الانفستنج اللي هو الانفستر في البورصه. مش في نوع تاني اللي هو السوينجر، وفي نوع تاني اللي هو الدي تريدر. الدي تريدر اللي هو بيبيع ويشتري كل يوم. السوينجر ممكن يقعد اسبوعين 3 شهر ويبيع ويشتري. انا انفستر. الانفستر في الستوك ماركت ده بيشتري السهم وينساه، بيقعد بيه 6 شهور، سنه، سنتين، 3 انسوان. خلاص. فالنصيحه الاولانيه اشتري اسهم متفرقه. دي طريقه حلوه للتحويش. دي طريقه حلوه للتحويش لو مش هتضطري انك تاخدي من الفلوس دي لو اتزنقتي في وقت قريب. اوكي. دي طريقه حلوه جدا للتحويش. النوع الثاني من الاسهم اللي هرشحه، يعني انا في النوع الاولاني قلت اشتري اسهم متفرقه في قطاعات متفرقه، وعرفي انك انت هتقعدي معاهم مده شويه. اوكي. الحاجه الثانيه اللي هريكومند في الاسهم، اشتري اي تي افس. ما تشتريش اسهم بعينها. اي تي افس يعني ايه؟ اي تي افس يعني اكسشينج تريدد فاندز. اكسشينج تريدد فاندز دي اللي هي صناديق المؤشرات او صناديق الاستثمار. خلاص. دي بتجمع لك مجموعه اسهم كتيره جدا في مكان. ودلوقتي بقى في صناديق حلوه كتير، في صناديق حلوه، وبقى في اكسس ليهم في مصر. بما ان احنا في مصر وبنتكلم مع مصر اكتر، بقى في اكسس للصناديق الاستثمار عن طريق ابلكيشنز وعن طريق بنوك وعن طريق اماكن. صح. تقدري توصلي لصناديق الاستثمار اسهل بكتير قوي من زمان، وعددهم بقى اكبر بكتير. في صناديق ذهب دي عامله ريتيرن خيالي، في صناديق موجوده في البنوك. وصناديق الاستثمار دي من افضل طرق التحويش. أوكي. يعني لو انت عايزه تحوشي، من احسن الطرق اللي تحوشي فيها هي صناديق الاستثمار، خصوصا لو على اللونج تيرم. لان انت الفكره في التحويش في صناديق الاستثمار هي ان انت بتحطي مبلغ كل شهر او كل 3 شهور او حتى لو كل 6 شهور، وبتحطي مبلغ تشتري بيه وحدات جوه صندوق الاستثمار ده. صندوق الاستثمار ده فيه واحد هو اللي شايل كل الدنيا عنك. أيوة. هو اللي بيراقبه وهو اللي بيبيع وبيشتري وبيمانج. أيوة. والكلام ده كله انت بس بتحوشي فيه مبلغ. ومع الوقت المفروض ان سعره بيزيد، وفي الاغلب العام هو فعلا سعره بيزيد. فهي طريقه حلوه جدا للتحويش، علشان لو عايزه تحوشي في مكان تكسبي فيه من فكره طلوع ونزول سعر الوحدات اللي بتشتريها جوه صناديق الاستثمار دي. اوكي. لانه في ناس بتعتقد ان لو انا اشتريت في صندوق الاستثمار والصندوق ده سعر اليونتس اللي جواه او الوحدات اللي جواه نزل، انا كده خسرت. ده صح، انت كده خسرتي لو بعتي. لو ما بعتيش انت كسبتي جامد جدا، لانه وانس ان هو رجع رد تاني للمستويات الطبيعيه، او بعد فتره من الزمن اعلى من المستويات الطبيعيه، انت كسبتي جامد جدا. واكتر حاجه كسبتك الفتره اللي هو نزل فيها تحت، لانك بتشتري فيه وحدات بسعر ارخص. أيوة. فبتشتري عدد صح. وحدات اكبر. كويس جدا ان ده لما ينزل تشتري مش تبيع. بالظبط. الناس دايما فاكره العكس، او الناس دايما تسمع عن اي اصل او اي انفستمنت تول موجوده ان سعرها طار يلا كلنا نشتريها. ده وقت غلط. ده كانك رايحه تشتري فستان فاستنيتي سعره لما زاد اشتريتيه بدل ما تشتريه في الديسكاونت او في السيل. فالصح انك انت في السيل. يعني الستوك ماركت دايما بيتقال عليه كده، الستوك ماركت هو الماركت اللي الناس بتشتري فيه لما يكون سعره غالي، وبتبيع فيه لما يكون قد ديسكاونت. بالنسبه للناس هو مش قد ديسكاونت، بالنسبه للناس هم شايفين ان هو خسران، ان سعر السهم نازل. فيقول لك لا ده خسران مش هشتريه. بالعكس، ده لو سهم محترم وعنده الفرصه والقابليه لان هو بعد وقت معين من الشهور او السنين يزيد او سعره يرتفع، ده احسن وقت تشتري وهو سعره تحت. بس الناس بتعمل العكس لان بيخش في الهوجه، كله عمال يشتري وسعره طلع يلا اشتري هيزيد تاني ومش عارف ايه، ويرجع ينزل مثلا. والثقافه طلعت انه الناس بتموت، اصل البورصه دي الناس بيجي لها القلب. الافلام اثرت جامد في اثرت جدا انه يا هتتجنن يا هتموت. ما هو لو ده الوقت لو انت حد بتفهم المفروض ان تبقى عارف. لو حد اتغاشم وراح داخل بكل تحويشه عمره وحطها وقال لك السهم الفلاني ده هيطير، لا الاسوأ الناس اللي بتاخد فلوس ناس وتحطها فيها، او بتاخد قرض علشان تعمل كده. او في ناس بتاخد قرض، وده كل ده غلط. يعني انت الانفستمنت المفروض يكون جاي عن طريق الفلوس اللي انت حوشتيها قبل كده. ومن هنا نرجع على اهميه السيفنج، ان انت تحوشي بانتظام علشان لما تجيلك الفرصه الصح للاستثمار تحولي تحويشك ده لاستثمار، فتبتدي فلوسك تجيب لك فلوس. صح. لان التحويش معتمد عليك انت بس. انت هتزودي فلوسك زادت بالنسبه اللي انت بتزوديها، انما مش هتزيد لوحدها. الاستثمار قصه تانية خالص. الاستثمار بتاخدي الفلوس اللي انت حوشتيها دي وتحطيها في اداه تشغل لك الفلوس دي وتجيب لك عليها فلوس. ده الفرق الاساسي ما بين التحويش والاستثمار.
التحويش انت اللي بتزودي فلوسك بنفسك، لو ما زودتيش حاجه فلوسك هتفضل قاعده زي ما هي، وهتخسر من قيمتها بسبب لسه كنت التضخم. هقول يعني مش مفروض ان لو حاجه فعلا هنحوشها مش مفروض ان احنا نفضل سايبينهم كده، مفروض نحطها في حاجه تحافظ على الاقل على قيمتها. مظبوط. بس وانت في مرحله التحويش مش مرحله الاستثمار، مش عايزه تاخدي ريسك كبير على الفلوس اللي بتحوشيها علشان يبقى عندك الفلوس اللي تقدري تستثمريها، فما تاخديش التحويش وتحطيه في مكان ريسكي. انما التحويش ممكن يبقى في سندات، ممكن يبقى في شهادات بنكيه، ممكن يبقى في ودائع، في أسوأ الفروض يبقى في خزنه في البيت، بس ده من أسوأ الحاجات لانه زي ما هو ما عملناش زي ما هو حاجة. او في سيفنج اكاونت في البنك، وممكن تاخدي عليه انترست حتى ولو كان اقل بكتير من الشهادات والودائع، لكن هيبقى ليك الحق انك تسحبي الفلوس دي في اي وقت لو جات لك الفرصه الكويسه للاستثمار. انا فجاه حسيت ان انا بتكلم بسرعه قوي، مش عارف ليه. حسيت ان احنا قربنا نخلص فبقيت بتكلم بسرعه. بس احنا قربنا. لا تمام، براحتك خالص براحتك. طيب والذهب نفس القصه؟ لا الذهب قصه مختلفه. دلوقتي بيقولوا خلاص اللي اشترى دلوقتي غالي فما حدش يجيب. انا يعني اللي متابعني من زمان او بيتفرج على فيديوهاتي كتير هيحس ان انا ضد الذهب. انا مش ضد الذهب خالص، لكن الذهب بيكون ناجح في بلاد وبلاد لا، ودي حاجه غريبه. يعني البورصه لو ناجحه في اي بلد هتبقى ناجحه، انما الذهب ممكن يبقى ناجح في بلد ومش ناجح قوي في بلد تانية، مع ان ليه سعر عالمي واحد بالدولار. أنصة الذهب بالدولار سعرها كذا، النهارده داخله على $5000 مثلا as we speak. لكن ده ممكن يترجم الى معنيين مختلفين في بلدين مختلفين. يعني البلاد اللي عملتها قويه جدا والانفليشن فيها او التضخم فيها مش عالي قوي، اغلب بلاد العالم فيها انفليشن، في بلاد ما عندهاش انفليشن بس دي بلاد قليله جدا يعني. لكن البلاد اللي عملتها قويه والانفليشن فيها مش عالي، الذهب قيمته مش مهمه قوي. الذهب يا دوبك هيحافظ على الفرق في الانفليشن اللي هو اصلا قليل. انما لو بلد عملتها مش مستقره او ضعيفه شويه والانفليشن فيها عالي، الذهب ممتاز. فانا ممكن ابقى شخص عايش في كندا ما اشتريش ذهب، ايوه مش انما عايش في تركيا لا هشتري ذهب جدا، لان الانفليشن ضارب في السماء وسعر العمله عمال يتذبذب وينزل وي فالذهب هينقذني في الحاله دي. مع ان الذهب في البلدين لو حولناه دولار هو سعر واحد. هو الذهب في كندا الأونصة $5000 وفي تركيا الأونصة $5000. انما ليه الدولار ده بقى او سعر العمله للليره التركي او للدولار الكندي ساعتها تبتدي تحسي بالفرق ده. الذهب زي ما كنت بقول لك الناس بتحس ان انا مش متحمس له، انا مش متحمس له، لكنه الذهب من ابطأ انواع الاستثمار عالميا. ايوه انا ده اللي بقوله، بطيء جدا، وكمان ممكن تخسري في الذهب. دي ممكن المصريين ما يحسوش بيها خالص. لسه كنت هقول في مصر لا. يعني هو انت اكشلي في مصر بتخسري بس انت مش عارفه انك بتخسري. انا مش حاسه اني يعني انا حاسه اني مش عارف النقطه دي كريتيكال اتكلم فيها براحتي ولا لا، بس يعني ربنا يستر. انت ممكن تخسري في الذهب في مصر بس انت مش عارفه انك بتخسري، لانه انت اشتريتي ذهب اللي هو ليه سعر عالمي بالدولار وكده، بس انت اشتريتيه بالجنيه المصري خلاص. وسعره نط، اشتريتي ذهب ب1000 جنيه بقى سعره 2000 جنيه. علشان الذهب يوصل لان سعره كان 1000 جنيه بقى 2000 جنيه، غالبا كل السلع والخدمات اللي حواليكي هتكون زادت بنفس النسبه. ايوه فانت برضو حافظتي على قيمه الفلوس which is good. دي حاجه كويسه، انت على الاقل ما خسرتيش، لان ال1000 جنيه دي لو كانت معاكي انت خسرتي نص فلوسك. انما عشان حولتيها لذهب انت حافظتي على قيمه الفلوس. انما على الورق ال1000 بتاعتك بقت 2000 جنيه، لكن كل السلع اللي بتشتريها غليت بنفس النسبه. بس يا فؤاد ما تبوظش فرحتنا. لا يعني احنا حاسين ان احنا كسبنا. شراء الذهب في مصر generally speaking خيار كويس جدا. انا ما بقولش ما تشتروش ذهب، بالعكس بقولش كده خالص، لان انت هتخسر الفلوس، هتخسر قيمه الفلوس. لو سبتيهم هتخسري من قيمتها اكتر بكتير جدا. بس هو بطيء، مش بس الحاجه هو عالميا اللي بطيء. ironically enough او يعني لسخريه القدر، يعني في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي وفي السنتين اللي فاتوا محليا في مصر وفي الدول اللي فيها تضخم وفي الدول اللي عملتها ضعيفه، وعالميا وفي الدول اللي فيها تضخم قليل جدا وعملتها قويه جدا وكده، الذهب طاير. الذهب من اعلى الريتيرنز اللي حصلت في تاريخه. ايوه الفتره دي في السنتين اللي فاتوا الذهب طاير، يعني عمل مكاسب رهيبه. بس في الطبيعي بتاعه، يعني سيبي اخر سنتين ورجعي لاخر 20 سنه، لا الذهب تحركاته بطيئه جدا ومحتاج وقت طويل جدا، وفي اوقات بينزل فيها. في وقت الذهب خسر فيه 45% من قيمته، واللي بيشتري ذهب ب$100,000 فجاه بقوا $55,000. بس ده برضو
حدث استثنائي، مش هو أيوة، الطبيعي. مش هو الطبيعي الطبيعي بتاع الذهب ان هو بيطلع لفوق، حتى لو في بطيء النص بس فيه طالع. دروبس لكن بيرجع وبيطلع تاني. اوكي، سيبي كل ده على جنب. انا الذهب مشكلتي معاه الاساسيه ان هو ما بيطلعش فلوس. انت الذهب بتجيبيه تركنيه على جنب يقعد يلم تراب. هو خزنه. هو خزنه. جدتي كانت تقول الذهب زينه وخزينه. بالظبط، ده كلام انا متفق أيوة. معاه جدا. لكن انا بقى لو عايز استثمر بجد اكتب يطلع استثمر، انا فلوس. عايز حاجه اللي تطلع لي فلوس. أيوة صح. يعني انا بالنسبه لي الشهادات البنكيه احسن من الذهب، ده بالنسبه لي. مش بالنسبه للناس يعني انا ما بديش نصايح. يعني انا بالنسبه لي احط شهاده في البنك تطلع لي ريتيرن اعيش منه او اصرف عليه على احتياجاتي الثابته وي ده بالنسبه لي احسن. عشان كده نرجع تاني للجمله اللي انا قلتها 3 مليون مره، مفيش حاجه اسمها احساس استثمار. في المناسب ليك. انا شخص معايا فلوس، مش هروح اشتري ده. انا معايا فلوس وما بشتغلش، هاخد الفلوس دي احطها في البنك واعيش من الارباح بتاعتها او من الريتيرن بتاعها. لو اشتريت بيهم ذهب هاكل ذهب؟ مش هعرف. فانا محتاج دخل يخش لي. فانا في الحاله دي الاحسن لي شهادات البنك. خلاص. انا بقى شخص عندي محفظه كبيره وعندي تنوعات فيها وعندي عقارين 3 وبتاع، هجيب نسبه ذهب احطها على جنب احتياطي تحافظ لي على يبقى جزء. يبقى جزء. والناس بره مش هو ده الاساس، مش هو ده، مش انفستنج. الناس بره والفيري بيج انفسترز المحفظه بتاعتهم فيهم 5 10 15% ماكسيمم ذهب. والباقي كله بقى سندات، اذون خزانه، ودائع بنكيه، ستوكس كتيره جدا. دي من الانواع المفضله للناس اللي معاها فلوس كتير وكده. بس كل نوع ليه مميزاته وعيوبه واستخداماته. علشان كده انا حتى لما جيت شرحت انواع الاستثمار المختلفه على اليوتيوب شانل عندي، عملت سلسله كامله عن مش عايز اقول كل، ما بحبش التجميعات، بس اغلب انواع الاستثمارات المشهوره. واكتر حاجه كنت مركز عليها مميزات كل نوع وعيوب كل نوع واستخدامات كل نوع. لان ممكن نوع يبقى فيه مميزات كتيره جدا بس استخدامه مش للشخص الصح، مش هو ده المناسب ليه. انا بنصح الناس انها تتفرج وتذاكر كويس. محدش ياخد خطوه انفستنج لاي حاجه تهيالي من غير مذاكره. صح. في غلطه بقى لحد دلوقتي لسخريه القدر 2026 بس الناس بتعملها. انا غنيه جدا معايا فلوس وبزنس وكده، فانت اجي اقول لك فؤاد ما تيجي تديني فلوسك دي اشغلها لك. دي بتموت اكتر من البورصه. دي انت بتتكلمي على ايه؟ زي مثلا اللي هو بيسموه المستريح. ايوه، حد بيلم فلوس وفجاه اختفى وعاده بيبقى حد قريب وبشكل غريب الناس وثقت فيه. واجي اقول لك تعالى، وبعدين انت بتثق فيا عشان انت شايفني راكبه رولز رويس بقى والمازات وذهب وحاجات فانت بيجي لك ثقه رهيبه. وباجي اقول لك الناس دي هتديك كل فين وفين. انت شايفه الذهب بطيء والبورصه مش عارفه ايه، لكن ومش عارفه ايه حرام وايه حلال. لكن معايا بقى انت كل شهر انت هتديني 100,000 وانا كل شهر هديك 20,000. اوكي بصي، وبعد سنه هتاخد ال100,000 بتاعتك. انا هقول لك رايي، بس رايي اللي هو يعني الاكزامبل ده ما درسناهوش في الكتب. يعني ممكن اتمنشن كده، حصل له منشن في صفحه من الصفحات او حاجه. ده اكزامبل عظيم وعايش شبهه كتير. يعني في حاجه اسمها بونزي سكيم وحاجات شبهها، اللي هو ناس بتلم فلوس وتخلع ده موجود كتير. بس في نفس الوقت انا ما اقدرش اقول لك اوعي تعملي كده، لا ده غلط او ايه ده مش غلط. لا انا مش كده خالص. بس دي الاجابه اللي هتحسي انها اوبيسلي هيقول كده، هو ده المنطقي ان لا ما تعملوش كده يا جماعه، حطوا الفلوس. بس خلي بالك، هو في ناس من دي بتكون بذره ستارت اب معينه، دي بتكون بيزنس هما بيعملوه اون ذا سايد وعايشين منه زي الفل وبيساعدوا ناس كتيره حواليهم وي. في اغلب الاحيان ده بيبقى ريسكي قوي وخطر قوي ان احنا نعمل كده وما نصحش بيه. لكن بعض الاحيان هي دي الناس اللي بتعمل فلوس بجد. اقول لك على حاجه مش عارفه المفروض الواحد يقولها، بس عادي بقى الموضوع بقى قديم. بس مثلا السعد والريان هم كانوا كده. بص انا مش هقدر اتكلم قوي في موضوع السعد والريان دي، لان انا عندي وجهه نظر مختلفه تماما عن 99% من انا كمان مصر. انا على فكره انا اهلي كانوا منهم. احنا خدنا حاجات مش هقدر اقول. انا يعني الحته دي حساسه شويه. بس انا شايفه هي ابتدت كده. هم فعلا خدوا فلوس الناس وفعلا شغلوها وللحقيقه في فتره طويله كانت الدنيا كويسه قوي. بصي انا هقول رايي
وامري على الله. وامري على الله، فاهمه يعني. ربنا يستر. انا رايي ان سعد وريان ما كانوش نصابين خالص. خالص يس خالص. او ممكن يكون كان في غلطات، صح. لكن هم ما فتحوش شركات او عملوا توظيف اموال زي ما كانوا بيسموه. تخيل انت الوحيد اللي انا ما انا بقول لك كده. انا رايي مختلف عن 99% من مع سكان ان مصر. احنا يعني خسرنا فلوس، لكن هم اتحاربوا لانهم نجحوا. انا رايي كده، انا رايي ان هم حصل لهم ظروف غلط. يعني انا اللي متاكد منه، مش هقدر اقول بنسبه 100%، انا عمري ما بحب التعميمات، لكن بنسبه 90% ان هم ما كانوش حراميه، هم ما كانوش فاتحين علشان يسرقوا فلوس. لا، بس حصل منغصات وحصل كومبليكيشنز انا اعرف منها كتير. واعرف منها من تفاصيل داخليه. عرفت اوصل لها، ومش نظريه مؤامره، لا حقيقيه، حصل فعلا حاجات حقيقيه ادت بيهم الى ده. انما هم كانوا فاتحين عشان ينصبوا على الناس؟ لا نهائي. انا مش شايف ده. صح. وده ما ينفيش ان كان في ناس فتحت علشان تنصب على ناس طبعا. يعني احنا بس عشان بس بما ان انت ذكرتي بالاسم السعد والريان يعني لا، انا يعني انا حاج اشرف السعد ده انا اتفرجت على مثلا 50 ساعه ليه على اليوتيوب بيحكي فيهم قصه حياته، غير المسلسل اللي اتعمل عن الريان وشرح انه كذا وكذا وكان فيه ظروف والناس دي ما كانتش حراميه فانت لما تتعمقي قوي، لما تاخدي الحاجه من على القشره من بره، دول سرق فلوسي راحت مع في ناس خسرت، بس هم ما كانوش نصابين طالعين بهدف ان هم يسرقوا فلوس الناس، لكن حصل كومبليكيشنز لاسباب او اخرى ممكن نتكلم فيها في مجال تاني. في مكان تاني بقى. دي محتاجه ساعه لوحدها. بس عموما انا قصدي لا دول حرام، بالعكس انا شايفه والناس بتتخض لما انا بقول لهم كده، مع انه خسرنا، لكن انا بقول انه لا، هم ما كانوش حراميه. خلي بالك يعني اشرف السعد بما ان هو لسه موجود وحي وعايش، هو بينزل مصر وبيسافر وبيروح ويجي ومعلوش اي حاجه وبيطلع يقول يا جماعه اللي ليه عندي فلوس يطلع لي ورقه وانا اديها له. هي اتعمل عليهم لانهم نجحوا، وده ياخد فلوس من حتت تانية، فالحتت التانية تزعل، وزياده على كده حاجات تانية بس انا مش هقدر اقولها. يعني زياده على كده حاجه كلاشز مع جهات معينه في اوقات معينه ادت الى ده. يعني هي كله على بعضه كان غير مواتي ليهم الوقت ده. لكن في العموم غير دول خلاص قصه وخلصت. نرجع للنقطه الاصليه. النوع ده ريسكي جدا، وانت ما تضمنيش اللي هيعمل لك نجاح او عمل لنفسه نجاح مره ان هو يعمله كل مره، دي ما تقدرش تضمني. وانا بتهيالي كمان العائد اللي هو المبالغ فيه قوي، يعني انت لما تديني 100 انا اديك 100 وانت تديني 20 في الشهر وترجع تديهم لي بضعفهم بعد سنه، اصل انت هتديني كمان مش طبيعي صح خالص. انت هتديني فهو ده اللي انا بقوله. او انا هاخد منك 100 وهديكي 20 في الشهر، يعني هديكي 20% في الشهر، يعني هديكي 240% في السنه، والبنك اللي يعني الفايده بتاعته في السماء بيدي 17%، انا ادي 240، ده جنون. فطبعا ومع ذلك ده ممكن يحصل، بس يعني مش عايزين الناس تعمل كده. يعني لا مش عايز الناس تعمل كده. انا قصدي لا عشان اوضح النقطه دي لانها مهمه قوي. في انفستمنتس ممكن تطلع لك في السنه 200 و300 و400%. ده موجود صح، بس انا هروح لحد وهيضمن لي ان هو هيطلع لي 20% في الشهر لحتى 10% في الشهر، ده خيال. ده هيضبل لي فلوسي في سنه واكتر. ولحد دلوقتي موجودين، ولحد دلوقتي الناس بتصدقهم، ولحد دلوقتي الناس بتخسر فلوسها بسبب حد زي ده. والجميل فيهم مش الجميل يعني الذكاء، انه بيقعد شويه. ما هو لازم يقعد شويه، لانه بيقعد شويه ويدي فلوس ويطمن. ده في اغلب الاحيان بيبقى حاجه اسمها بونزي سكيم. بونزي سكيم يعني ايه؟ يعني انا شخص يا جماعه انا عندي الانفستمنت الفلاني هعمله لكم وهديكم ريتيرن 5 أضعاف اللي البنك بيديه. خلاص هو بيعمل ايه؟ هو بياخد 100,000 من واحد خلاص، وبياخد 100,000 من الثاني والثالث وهكذا. اول شهر هيروح واخد من الفلوس اللي معاه دي وموزع ارباح عاليه جدا على الناس. هو ما خدش الفلوس دي عمل بيها انفستمنت، ما بناش بيها عماره، ما طلعش بيها تكنولوجي، ما طلعش بيها سلعه، هي فلوس في فلوس. فهو اخد الفلوس دي خلاها معاه وبقى بياخد منها ويوزع ارباح عاليه جدا على الناس. فالناس دي ده انا خدت ارباح، تعالوا وهات فلوس تاني، ياخد فلوس تاني ويوزع ارباح تاني. ده في ناس باعت بيوتها. خلي بالك النظام ده بيفضل شغال وناجح، وهياخد الفلوس وهيدفع للناس ارباحها في موعدها وهيدفع ارباح عاليه طول ما هو ماشي ناجح. مفيش حاجه توقفه. بيقف امتى؟ لما يحصل حاجه اسمها بانك ران، لما فجاه 2 3 4 5 10 من المستثمرين يقولوا انا عايز اخد فلوسي.
دلوقتي فجاه يحصل له ليكويديتي بروبلم، صح، فكله يانرافل وتتكشف القصه والفلوس مش مكفيه ومش هنعرف ندفع. ساعتها يا بياخد اللي معاه بيمشي، يا اما بيقول انا معيش فلوس، يا اما الدنيا كلها تبوظ. انما طول ما في ناس بتجيب فلوس وكل ما في ناس بتدفع له فلوس وفي ناس بتاخد ارباح، الدنيا مكمله شغال. أيوة فهو ممكن يقعد سنه سنتين 3 4 لحد ما تحصل مشكله. وانس حصلت مشكله خلاص باظت. أيوة. الدنيا كلها المشكله فعلا مش بتبقى واحده، هو لازم 5 6 10 فجاه كده يطلعوا له. بس برضه الكلام ده ممكن يحصل مع البنك. طبعا. يعني لو في بنك، الاكبر بنك في الدوله، لو كل العملاء بتوعه، بلاش كل، لو نص العملاء بتوعه، ربع العملاء بتوعه راحوا طلبوا فلوسهم دلوقتي مش عارف يديهم. صح. بس هو مش واخد فلوس سريعه، هي الفلوس موجوده بس في انفستمنتس حقيقيه، في مشاريع، في حاجات هتجيب فلوس ليتر اون. بس هو بيعتمد على فكره ان مش كل الناس هتروح في نفس الوقت تاخد فلوس. ايوه انت يعني ده حصل قبل كده يعني واحيانا ممكن يحصل لكن قليل قوي، فرصه حدوثه قليله قوي قوي. ايوه صح. احنا عندنا سؤال في نقشة دايما. اوكي. انساني اكتر بقى بعيدا عن الفلوس. ايه 3 غلطات، لان انا مؤمنه جدا احنا بنتعلم وبنعيش صح من غلطاتنا. اوكي. ايه 3 غلطات في حياتك اللي اثروا فيك، علموك دروس، خلوك بقيت فؤاد صديق؟ السؤال ده اول مره تساله ومحتاج تفكير بقى، لان يعني كل الاسئله ببقى مور لاس عارف. أيوة. السؤال ده اول مره تساله وهو سؤال عميق ومهم. ايوه علشان كل الناس في مشاكل مختلفه، مش مفروض حد يحس انه لوحده. لا انا في المشكله وعديت وبقيت فل. طيب انا مش عارف اذا كنت هعرف اجيب لك 3 غلطات ولا لا، بس هحاول اجيب لك 1 أو 2 بس. انا مثلا في غلطه غلطتها من الغلطات ودفعت ليها ثمن غالي قوي، وكان قريب يعني الكلام ده من 2 3 سنين مثلا، ان انا اعتمدت على نفسي في حاجه اكتر من اللازم. يعني كان في حاجه تستدعي ان انا علشان انجح فيها يبقى معايا اكتر من شخص بيساعدني. اوكي. وانا قلت لا انا هعملها لوحدي. وعملتها لوحدي لمرحله معينه وطرشقت في وشي، طرشقت جامد. اوكي. قعدت ادفع ثمنها سنه او سنه ونص من المعاناه بسبب ان انا حسيت لا هي سهله انا ممكن اعملها لوحدي. وكانت سهله فعلا ولا لا كانت فعلا محتاجه تيم؟ كانت فعلا محتاجه تيم وكانت محتاجه متخصصين. وانا حسيت لا هي ممكن تتعمل، يعني ممكن اعملها بالزق كده. فقعدت تكبر 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 وفرقعت في وشي في الاخر. ودي من اكبر الحاجات اللي ندمت عليها، ان انا ما استعنتش ببروفيشنال صح في الحاجه اللي انا كنت محتاجها دي في الوقت المناسب. استعنت بيه متاخر شويه. اوكي. في الاخر ساعدني جامد وكده، بس كان بعد فوات الاوان بنسبه كبيره يعني. فدي غلطه من الغلطات اللي انا غلطتها، اللي هي مش غلط ان انت تديليجيت، مش غلط ان انت تدي العيش لخبازه، مش غلط ان انت تطلب مساعده حد. انا تمردت شويه كده ورحت عاملها بنفسي. ودي على فكره مشكله ناس كتير بتعملها او ما بيحسوش بيها في الاول. ده صحيح. هي للاسف دي فعلا بتحس بيها بعد ما البوم. غلطه تانية من الغلطات اللي انا ادمان عليها قوي، بس ابتديت اعالجها وانا عالجتها من اكتر من 10 سنين يمكن. بس قعدت قبل ال10 سنين دول، انا كبير يعني، انا في النص الثاني من الاربعينات، ففي جزء كبير صغير يا فؤاد ما تقولش. age is only numbers. ففي جزء كبير من حياتي قبل ال10 سنين اللي فاتوا دول انا كنت بضيع فيه وقت كتير قوي. دي من اكتر الحاجات اللي انا ادمان عليها، كم الوقت اللي انا ضيعته. انا في ايام كانت بتعدي عليا مش متخيله كيف بضيع وقت، لان انا بقول لك انا اي كومبرومايز لده دلوقتي باكستريم زياده قوي، ان انا ما عنديش ثانيه فاضيه خلاص. بقيت بملى كل اوقاتي، لازم املاها بحاجه معينه. بس قبل التغيير ده ما يحصل لي، انا في ايام كنت بصحى الصبح انا مش عارف هعمل ايه، هضيع اليوم ازاي في ايه. كنت بشتغل وكنت بعمل فلوس وكنت كل الحاجات دي اوكي، بس عندي حجم من الفراغ والوقت، واللي هو طب انا هخش السينما وبعدين اروح العب تنس شويه وبعدين كده، اللي هو انا مش عارف هتفرج على مسلسلين واضيع يوم. فده من اكتر الحاجات اللي انا ندمان عليها، في كميه وقت انا ضيعته في حياتي كان ممكن استفيد بيه بطريقه احسن من كده بكتير، او استغله في حاجه احسن من كده بكتير، وانا ضيعته. كفايه الحاجتين دول بقى عشان ما تحسسنيش ما احزنش على نفسي. لا بالعكس، ان انت بالعكس دي غلطات اتعلمت منها، دي حاجه حلوه.
حبيت نفسك النهارده؟ حبيت نفسي جدا، ومن اكتر البودكاست اللي انبسطت فيها، وانا حاسس بنفسي ان انا جيت على اخر 10 دقايق ربع ساعه كده، خلاص انا بقيت قاعد مع صديقتي وبنتكلم في الكافيه، مفيش حد أيوة. بيتفرج علينا، فده لا احنا إحساس لازم، حلو احنا في جدا. الحتت اللي ما قلناش دي محتاجين نقعد نتكلم فيها كتير. نعمل لها انا تسجيل مبسوطه، تاني. انت Thank نورتنا، you so مبسوطه much. جدا ان Thank انت you so كنت much. معانا النهارده، واتمنى ان انتوا كمان تكونوا انبسطتوا وحبيتوا نفسكم النهارده وكل يوم، عشان انتوا فعلا تستحقوا. مع السلامه، باي باي. ميرسي.